شوف معايا السي بن كيران هذا العنوان، ناس عيالات منقولين ب 200 درهم اليوم. انا ما قلتش ياك، هذا موقع. نقلوا هاد الناس باش يمشيو يتلاقاو حمدي ولد رشيد ومبارك حميه. واسمع السي بن كيران، واسمع السي بن كيران شي نعاود لك اللي سمعت. مصادري في الصحراء المغربيه تقول لي هذا مبارك حميه كان في الاحرار، هو اللي زكيه دريوش عطاته مليار و200 مليون في اطار الدعم ديك الجمعيه ديالو بالاحرار. مليار و200 مليون، واش الات ولا كذا ما كيهمنا الشكل ديالو، المهم خدا مليار و200 مليون. اسمع السي بن كيران، مليار و200 مليون. المعطيات اللي عندي هو ان هذا مبارك حميه بغى شي وحده تكون وكيله اللائحه من النساء ديالو في الاحرار. جا السي شوكي وجا السي اخنو جا بيتاس دوك الرباعه ديالهم، عطاوه تزكيه هو غيكون سميتو في الداخله، عطاو الاخر حرمه الله يكون في السرد، رانا وكاله اللائحه عطاوها لواحد السيده قريبه من حرمه الله ويكعب. 15 يوم قبل هذيك كان في الاحرار، مشى لعند ولد رشيد. والغريب اللي كاتب هذا الخبر اللي كتشوف هذا هو الاخطر. من جاو هاد الناس؟ هاد الناس يقال هما اللي جابوهم في الترونسبور مره اخرى لعند اخنوش، جابوهم بحمامه. دابا قال لك 5 سنين ولاو نفس الميزان. انا كنطالب فتح تحقيق، واش بصح الناس خداو 200 درهم؟ هانتوما انا كلشي منشور 200 درهم استغلال هاد الناس مساكن عدراوش، و15 يوم وبنادم حمامه، 15 يوم ولا ميزان. هذا ماشي الاتجار في البشر، هذا ماشي التجار. ترونسبور قال لك جماعه من العيون ياك. اما الناس الوزينه دوك مساكن العمال عند مبارك حميه، علاش هذا الشيء؟ قال لك ليك باش ناتوا المشهد لولد رشيد والنزار بركه. بئس السياسه، بئس السياسه، حشومه وعار، عار على صعيدين. الصعيد الاول هو المتاجره في الدراوش، المتاجره في الدراوش، والعار الثاني هو الافضل، المتاجره في منطقه اللي المفروض تكون فيها ممارسه سياسيه انبل واجود وانظف واعقل. الصحراء كيفاش غنكسبوا الرهان ديال الصحراء بهذا النوع من النخب وبهذه الفعايل؟ ماشي عيب وعار، ماشي هادو هما اللي خلاو الازمه تستمر. كيفاش انت على البارح وانت احرار؟ كيفاش وبنادم كيبدل الحزب بحال كيبدل السوفيطمه ديالو ولا التقشيره ولا التبان ديالو. وعباد الله بلا حشم هو مع الاحرار، مع الاحرار غدا ولا مع جاب الاحرار حزب الاستقلال تاريخيا. واش السي بن كيران فهمتي علاش الناس مستعدين دابا دوك اللي كيديهم يركبوهم كل لقاو كيفاش؟ واش في راسكم 45 مليار سنتيم، 45 مليار سنتيم من اموال الشعب المغربي قاطبه ستقتطع من الميزانيه العامه لتخصص لمن هذوك الناس اللي كتشوفوهم في البرلمان واللي كتشوفوهم في الحكومه، وهذوك الناس اللي عندهم الشعار ديال الورده، شي عنده الشعار ديال التراكتور، شي عنده الحمامه، شي عنده الميزان. هذوك اللي كانوا موضوع الفراقشيه، هذوك عباد الله، هذوك عباد الله اللي كيخرجوا المغاربه للشوارع واللي بسببهم شاجي يزيد الحبس وبسببهم عدد من المشاكل. هذوك الناس الدوله المغربيه، خزينه الدوله خصت لهم من فلوسنا حنا الشعب المغربي 45 مليار سنتيم في ظل واحد الدوله اللي فيها المديونيه الخارجيه البوله حمراء شعلت، واحد الدوله اللي فيها يعني الكريدي غارقه الدوله بالكريديات في هذا الزمان وفي هذا السياق وفي هذه الوضعيه الماليه الصعبه اللي كتمر منها البلاد. 45 مليار، 45 مليار. تقول الماده الاولى يحدد شيء جريده رسميه، يحدد المبلغ الكلي لمساهمه الدوله في تمويل الحملات الانتخابيه تقوم بها الاحزاب السياسيه المشاركه في الانتخابات العامه لانتخاب اعضاء مجلس النواب مقرر اجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 ب 400 مليون درهم. 400 مليار، 40 مليار يا مغربي يا مغربيه، 40 مليار، 40 مليار. ويحدد مبلغ مساهمه الدوله في تمويل الحملات مناسبه انتخابات المشار الى الفقره الاولى اعلان فائده لوائح الترشيحات المقدمه اعمارهم اللي عندهم اقل من 35 عام، تخصص لهم الدوله 5 ديال المليار. ويا مغربي يا مغربيه 45 مليار ستخصصها الدوله المغربيه لهذه الانتخابات، مع الاشاره باش يشلك المرافق العموميه. اقوى دليل هو اليوم المحاكم، المحكمه حابسه. دابا السؤال شكون كيمشي للحبس؟ واش ولاد الاغنياء كيمشيو للمزاريط؟ دابا تصوروا لو كانوا ولاد الوزراء في الحبس، واش كانت المحاكم ما تحبس؟ والله لا حبست. لو كان الاغنياء في المغرب الناس اللي لاباس عليهم في البلاد، تصور لو كانوا ولادهم هما اللي في الحبس، والله ثم والله ثم والله يا تيديروا المحامي اللي بغا. ولكن شكون كيدخل الحبس؟ ابناء الفقراء المزاريط. شكون يفكر فيك انت عندك جنايه ولا خصك محامي وتشل المحاكم وتشل كاع العالم كاع؟ هما ما كيمشيوش للمحاكم كيما هما ما كيمشيوش للمستشفيات العموميه وتشل كاع ويكون سكانير، وما كيمشيوش كاع المدارس العموميه. هاد الفضاءات العموميه اللي هي قبله ديال المزاريط تشل ولا تحبس ولا تضيع، لا هم خلقوا لهم حياه اخرى بجانبنا. عندهم قطاعات خاصه اولا كيداووا برا اولا كيقراو ولادهم برا ولا يعتقلون ولا يتابعون ومشاكلهم كتحل بطرق بعيده. فالمحاكم تشل. واش كاين شي دوله في العالم عباد الله الدوله مسؤوليتها تحمل واش الدوله واش دابا هاد الناس اللي في الحبس دابا ما بقاوش دابا المحامون هاد بقاو شي كما المزاريط شكون يهضر على السجناء دابا في الحبس؟ واحد عنده مسكين عمضلو خصو مذكره يلاه الجنايات والاحداث المحامي الزامي. ما العمل؟ حيت حام زاريط عفوا هما اللي هما الحكومه. وانا ما غنظلمش وهبي هنا حيت وهبي شفت واحد الماده الحقيقه الله
شفت واحد التصريح ديالو تاع السيبل قال لك عرض عليا وزير الداخليه شحال من شكايه ديال هاد المحامون اللي كيسنيو العقود السلاليه. اذا منين جايه الدقه؟ كنقولش على الداخليه، بقيت كنتامل كان صريح وبينه، قال لك انا عرضت عليا الداخليه التشريع كي غندير. انا بغيت نفهم هذه الاراضي السلاليه علاش زعما الداخل النيابه العامه ما تحركش الشكايه الا باذنها، المحامون ما يديروش العقود الا لماذا هذه الاراضي السلاليه عند هاد شنو تما واش حيت تما شنو هذه السلاليه زعما شنو وعلاش مشاكل الاراضي السلاليه الحقيقيه ما تحلتش؟ هذيك المره داك بن ابراهيم ولا اراضي فين الداخليه ما حماش الاراضي السلاليه مع بن ابراهيم ومع دوك الناس في دوك واحد قنيطره يلاه شحال مشات تما المتر وشحال 140 هكتار من كل واحد 400 هكتار والناس تكشمطوا والناس مشاو للحبس. علاش ما كانش غير على الدفاع على الداخليه؟ علاش ما غيرش تما على الاراضي السلاليه ما دافعتش على الناس؟ ولكن ملي في النيابه العامه ما تحركهاش ومع المحامون كتبان الغيره ديال الداخليه تاع الشكايات. شنو قيمه الانتخابات؟ انا من الناس اللي كنشجع ولكن كنقول ربما رانا كنشارك في شنو هاد 45 مليار سنتيم غنعطيوها حنا لعباد الله وفي الاخير لقى المرفق العمومي شنو شلو لي داك اللي عطيته 45 مليار عطيته الحمله الانتخابيه دورت معاه نشطته طلع لي البرلمان بقاش لي المؤسسات بحال المؤسسات ديالهم وهذوك الداوش اللي في الحبسات كان الحبس كانت معنا مدج شحال المغاربه مساكن مألمين من كيفكر فيهم الشعب المغربي؟ شنو قيمه هاد الانتخابات؟ نجيب لك انا انتخابات عندك 45 مليار ياك وتعطيني انت واحد النقطه تفكرتها دابا السي وهبي 45 مليار لما نعطيه سمعوا لما نعطيو 45 مليار تسمعوا التصريح الخطير سمعوا قال لك البرلمان كيشرع على البرجوازيه والمخطط التشريعي لصالح موالي الفلوس ماشي لجميع المواطنين لا كيخدم اجنده هادو اللي يعطيهم 45 مليار انا اسمع راه تفرض راس مالي ما كيتفرض اشتراكي ما تفرض راس مالي الطبقه البرجوازيه اللي كتحكم في الامور الطبقه البرجوازيه اللي كتحكم في الامور معناه المخطط التشريعي في خدمتهم بما في هذا الموضوع هذا من غادي ما عرفت انا كنقلب لك على سمعتوا المخطط التشريعي في خدمتهم بعطيهم 45 مليار سنتيم باش يديروا انتخابات واي انتخابات تصور انتخابات ما فيهاش حريه التعبير شككتي تمشي للحبس قانون التشكيك شككتي تمشي للحبس ونفس هاد الوجوه هادو واش كان وحيث كاين فراغ تشريعي فانه يحق لي ان احاكمها في غياب محامي. هذا تعليل خطير لواحد الدرجه لا تتصور. اين وجه الخطوره؟ اولا يؤسس لقاعده التشريع مستقبلا تفكيك قانوني دقيق لحكم قضائي مثير للجدل حسب المهداوي احد اهم ضمانات المحاكمه على عادله في المغرب. المشرع ما رتبليش غير جزاء ما كايناش العقوبه ولا ما كاينش جزاء لهذا الشيء معناه ضمني اش كنفهم كتقولي انا كقاضي انا راه خرقت القانون وانا هذا الشيء درته مخالف للقانون ولكن انا ما عنديش الجزاء. اذا انت كقاضي وفق الفصل 117 كتحمل حقوق عند حكم اعتبره من وجهه نظري خطير جدا 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 من مدينه العيون ضد مواطنه مغربيه متابعه بجنايه. وجه الخطوره في هذا الحكم القضائي مش على السيده على العداله في المغرب هو ان السيده ادينت بالحبس في غياب او السجن في غياب المحامي. القاضي وفي التعليل ديالو قال بانه كان امام حقوق كاين الحق ديال المجتمع في حسن سير العداله او لا المرفق العمومي للعداله خاصها تستمر ثم البت في اجل معقول وبين الحق ديال هذه السيده هذه انه يكون عندها محامي. القاضي اعتمد على واحد المبدا كيعتمدوا بعض الفقه على الصعيد الدولي ولكن هذا المبدا تم تجاوزه من طرف الفقهاء. اش كيقول هذا المبدا اللي اعتمد عليه الفقيه اللي اعتمد عليه القاضي؟ يقول هذا المبدا الا كنا امام جوج الحقوق ولا ثلاثه متعارضين خاصنا نديروا الموازنه. فالقاضي ديك اللحظه كان امام حقوق هذه السيده عندها الحق يكون عندها محامي من حقها دستوريا وقانونيا المواثيق الدوليه ولكن المرفق العمومي اللي هي العداله او المحكمه خاصها تستمر ثم البت في اجل معقول. فده الموازنه هو يعني خاصك تحاول ما امكن ما تضيعش الحقوق ديال كل واحد ويبقى واحد مبدا التناسب. صاحب هذه النظريه واحد فقيه الماني ان لم تخن الذاكره اسمه روبرت اليكسي هو اللي تيقول لك انت سيدي عندك الحق مثلا في التجول ولكن راه ماشي حق مطلق دير ما بغيتي. تقدر مثلا تمشي لشي بلاصه وتلقى ممنوع فيها التجول لدواعي امنيه. يقدر عندك يكون عندك الحق انت مثلا في حريه التعبير ولكن ملي كاين حق اخر مثلا على المواطن كما وقع في امريكان واحد المواطن شعل العافيه في العالم الوطني. اذا هنا القضاء كان امام الحقوق الحق في التعبير
والحق ديال المصلحه العامه اللي هو الوطن واللي هو. وانتصرت المحكمه الامريكيه للحق في التعبير. مبدا الموازنه كما كيأسسه روبرت أليكسي وبعض الفقهاء، وهذا مبدا تجاوزه الفقه وتجاوزه عدد من الناس، هو انه ملي كتكون قدام الحقوق انت ماشي عندك حق مطلق. عندك الحق سيدي فانك بغيتي مثلا دير شي حاجه، التجول ولا التعبير ولا كذا، ماشي دير ما بغيتي، لا، راه ملي كنلقاو حق اخر خصنا نفكروا. القاضي المغربي في هذه القضيه ديال العيون اعتمد على هذا المبدا، وكان هناك ضرر كبير وخطير جدا للعداله. في كيبان تصور القاضي ماذا قال، وتسمعوني مزيان المغاربه، هادشي اللي كنقول لكم راه مهم جدا. وقبل ما نشرح لكم لابد نوضح لكم واحد الفكره. ملي كنحكموا على شي مواطن ولا مواطنه، مساله ماشي شخصيه ولا كتعني هو، كتعني وجه العداله ككل. والقاضي ملي كيصدر حكمه، الحكم هو خطاب يخاطب الاجهزه، يخاطب البوليس، يخاطب الجندرم، يخاطب القضاء. بمعنى ملي كيخرج واحد الحكم باش لا البوليس لا داروا شي حاجه ماشي مزيانه، مثلا واحد الوقت الحراسه النظريه تقدر تفوت واحد المده، تيقول لك اسيدي المشرع ما رتبش واحد الجزاء ولا كذا، لا، انت لا اسستي لهذه القاعده كتشجع البوليس ولا الجندرم بالحراسه النظريه يقدروا يزيدوا ما بغاو. اذا الحكم القضائي ما تشوفش انه كيحكم واحد السيد، لا، كيأسس لك القاعده. وهنا وجه الخطوره فيما وقع في العيون. القاضي ديال العيون اسس لقاعده واصبح مشرعا، وهذا مخالف للدستور. شنو هي القاعده اللي اسس هذا القاضي؟ اسمعوا مزيان. قال لك اسيدي انا بغيت خصني نحاكم هذه السيده، ولكن انا امام اكراهات، انا كقاضي خاصني نبت في اجل معقول، ما يمكنش السيده تبقى حياتها كلها في الحبس. جوج، قال لك اسيدي المرفق ديال العداله وخاصو يستمر، هذه السيده خاص عندها الحق في محامي، ولكن هي تنازلت عليه، بغيت ندير له محامي في اطار المساعده القضائيه، لان الجنايات ملزم يكون المحامي، فما لقيتش، فبت هذا القاضي في غياب المحامي. شنو دار هذا القاضي؟ قال، هنا وجه الخطوره، قال لهم حيث ان المشرع ما رتبش شي جزاء في حاله الا ما كانش المحامي، واخا هو ضروري الزامي، ولكن المشرع ما قاليش شنو هو الجزاء، واش البطلان واش كذا، وحيث كاين فراغ تشريعي فانه يحق لي ان احاكمها في غياب محامي. هذا تعليل خطير لواحد الدرجه لا تتصور. اين وجه الخطوره؟ اولا يؤسس لقاعده تشريع، مستقبلا كاع المحاكم عندنا ما نديروا بالمحامون، وحيث ان المشرع لم يرتب اي جزاء. وجه الخطوره الثاني، وهذه هي اللي خطيره جدا. انت القاضي ملي كتقول لي القاضي المشرع ما رتبليش غير جزاء، ما كايناش العقوبه ولا ما كاينش جزاء لهذا الشيء، معناه ضمني اش كنفهم، كتقول لي انا كقاضي انا راه خرقت القانون وانا هذا الشيء درته مخالف للقانون، ولكن انا ما عنديش الجزاء. اذا انت كقاضي وفق الفصل 117 كتحمي الحقوق والحريات، حقوق الناس. اذا شنو هو الضابط ديال عملك القضائي؟ واش حمايه الحقوق ولا على ما كانش الجزاء؟ الا ما كانش الجزاء ما كاين ادنى مشكل. هذا حكم انا كنقول كنفترض في حسنيه، ولكنه خطير على العداله، لان غدا المحامون كل واحد يقول له ما كاينش جزاء، المحامون ما يبقاوش، علما ان حضور المحامي هو كيجود العمل القضائي. شكون غيدير لنا الدفعات؟ شكون غيجاوب على الدفعات؟ وكاين عدد من كاين محامي كيطرح واحد الدفعات انا كنستافد منها. اذا المساله القضائيه هي مساله كليه لا ينظر فيها كحاله ولا مساله شخصيه ديال ديك السيده في العيون، كتعنينا كاملين. نؤسس اول خطوره هو ان القاضي دابا شرع لنا قاعده، جاب لنا قاعده جديده، ممكن المحامي ما يكونش في الالزاميه ما دام ليس هناك جزاء، ولا عندنا قاعده اذا القاضي ولا هو البرلمان. وجه الخطوره الثاني، جوج، القاضي هنا خطير جدا، تيقول لك انا ما كاينش جزاء، كاين الخرق كاينه، خصني يكون محامي، وانا هنا راه خرقت القانون، كيقولها صراحه، ما كنقولش تيقول لك انا خرقت القانون، ولكن ما عنديش جزاء. واش الا كان شي صمت تشريعي، واش يكون ضد الحقوق وضد الحريات؟ واش الا المشرع سكت على شي حاجه ولا وهذا مشكل عندنا في المغرب. عدد من النصوص، عشرات النصوص، المشرع ما تيرتفعش جزاء. مثلا الا كنتي في الحبس ودرتي النقد محكمه النقد الماده 596 ما خانتنيش الذاكره، كتقول لك داخل اجل 3 اشهر يتعين على محكمه النقد تثبت في الملف، وكيبقاو الناس عامين 3 سنين و8 شهور والسيد مشدود في الحبس، والماده ما فيهاش يجوز او لا يمكن، لا، يتعين بصيغه الاجبار، بصيغه الالزام، ولكن لا يترتب اي جزاء لان المشرع خلى بياض داخل النص التشريعي. دابا وجه الخطوره التي ما بعدها خطوره، دابا غدا اولا دائما شحال من حكم قضائي المحكمه كدير عدم القبول، علاش؟ لان ما كاينش محامي في الملف. تصور كيدير لك عدم القبول، اذا شنو غنديروا؟ مره غنديروا عدم القبول ما كاين محامي، مره نقولوا المشرع لم يرتب جزاء، علما ان ديك النظريه ديال روبرت أليكسي الالماني واجهتها واحد النظريه ديال واحد الفقيه امريكي كتسمى نظريه الاوراق الرابحه. ما معنى الدستور ما كيكون عندك اوراق رابحه ما كتبقاش دير الموازنه. واش الكرامه الانسانيه غنديروا فيها الموازنه؟ نعطيكم مثال، الكرامه ديالي ممكن دير فيها الحق في الحياه غدير فيه الموازنه. دابا القاضي ديال العيون كنفترض في حسنيه واحد حسنيه ربما فهم هذه النظريه بشكل خاطئ. نظريه الموازنه ما كتكونش الحق في الدفاع حق الاصيل وحق دستوري ولا يمكن وخيت نزل الشخص. وعلاش انت يا القاضي درتي المساعده القضائيه؟ ياك ما بغاش، علاش مشيتي للمساعده القضائيه؟ لانك عارف على انه الزامي، وما دام هو الزامي وحيت المشرع خلى فراغ، واش انت قاضي كتحمي الحقوق والحريات او لا غتحاكم واحد الانسان بدون محامي؟ والامر يتعلق بجنايه، هذا امر خطير كيمس العداله وكيمس صوت العداله وكيمس حق المتقاضين وكيمس ان عندك الحق ديال المحامي هو حق دستوري. اليوم يعني تم خرق حق دستوري، الحق في الدفاع، هذا حق لا يمكن الموازنه فيه. المشكل ديال المحامين ما كاينوش، هذا مشكل ديال الحكومه، هي اللي خلقت المشكل، ماشي الثمن يخلصوا صوره البلاد والصوره الحقوقيه وتخلصوا المحاكمه العادله. فبهذا الحكم نؤسس، انا كنقول عن حسن النيه القاضي، لا اتعرض لوجهه نظري، هذا امر خطير جدا، وما بغيتش نقول شي عباره كي لا يفهم الامر يعني بشي صوره من الصور. هذا الحكم حكم يعني
والله العظيم الا كنتحفظ اخوتي المغاربه، باغي نقول شي حاجه ولكن ما خفت تفهم غلط. انا كنحس به خطير جدا، والمشرع قال لي الزامي، المشرع قال لي الزامي. واش حنا نبقاو بحال واحد المره عرضت عليكم واحد الاحكام محكمه تناقش جوج، الا جيتي انت ودرتي واحد الدفع والدوله هي اللي خاصهم ديالك في ديك المحاكمه، اش كدير لك بعد حكم قضائي تيقول لك وحيث ان الدوله مثلا لا يوجد ما يلزمه، او كيقول لك مثلا اما لا يوجد ما يلزمه. مثلا نعطيكم غير مثال، كنت انت مواطن في واحد الدعوه مثلا وبغيتي شي حاجه، تيقول لك اسيدي في القانون ما كايناش ما كيلزم المحكمه تعطيك مثلا المشتكي يجي يحضر، ولكن اذا تعلق طرف الدوله تيقول لك وما كايناش ما كيمنع، اما كيدير ولا يوجد ما يمنعه او لا يوجد ما يلزمه. اذا كان الامر كيتعلق بالسلطه ولا يوجد ما يلزمه، هذيك السلطه دير ديك الحاجه، ولا بغاو يدير شي حاجه مثلا الوزير ولا يوجد ما يمنعه، هذا ولا سبق لي عرفتها في حلقه سابقه. اذا كيتعلق هذا لا يوجد ما يلزمه ولا يلزم ما، يعني كيتعلق دائما الامر كيتعلق بالحقوق والحريات، ودائما الثمن كتدفع في هذا الامر المتعلق بالحقوق والحريات. كاين امر ثاني، فهل يبقى حق الدفاع مصانا أمام فراغات تشريعية قد تستغل مستقبلا؟ ما تهضروش على القضاء، هو دابا هو كيقول المغاربه لا تتحدثوا على القضاء، وانت وهبي انا لا. الاحكام في الميرفت العفوره جات بالتعليمات من عند الضحاك من عند الدريس البصري، ياك ما تعلقوش على الاحكام. شكون احنا المغاربه وانت السوابي؟ لا بلاتي انا نجي لهذا الشيء كامل. انا حيت هو عنده واحد الخاصيه دابا قال على الفيسبوك، شوف كي قال خطا الفيسبوك، وهو هنا دار انتفاضه لفائده الفيسبوكيين. فين كانت المقاطعه ديال جوده ومحرق والشركات المحروقه؟ ما كانش في فيسبوك، ما قالوا المضاوخ. شكون اللي كان في المعارضه؟ شكون قال ما يشد البزوله ديال الوزاره بالحلال رسول الله. هذا التعبير ديالنا الشعبي دابا حاضي معاك انا في لساني. ملي قبل ما يوصل البزوله ياخذ الحليب ديال الوزاره، يعني داك الصالير اللي كيدوز له في اطار القانون، ديك الامتيازات، ويجلس حدا في المجلس الوزاري ويركب في الطياره. شوف كيفاش كيكونوا. شوف هذا الفيسبوك دابا اللي قال لك اخطر حاجه على المغرب. شوف كيفاش غيواجه البي جي دي وغينتصر الفيسبوك، والفيسبوك يقول له راه منصه، والفيسبوك تيهضروا معاكم وتواصلوا مع الفيسبوكيين. قبل ما يولي الفيسبوك مجرم، هو ملي وصل للوزاره ولا الفيسبوك مجرم. قبل منه كان الفيسبوك ضحيه. سمع الوزاره ديالكم كيسبوا الشعب المغربي، كيقولوا ليه المداويخ، كاين اللي قالوا القطيع. واش هذه حكومه؟ الناس قطعوا زولوهم، علاش كتقطعوا؟ قطعوا الحليب الفلاحين. المشكله اللي كيعانوا الفلاحين دابا اللي كيبيعوا الحليب ديالهم. وهذا الحوايج الشعب هذا واش ماشي من حقه يتحاور معكم؟ ماشي من حقه تسولوه؟ واش الوسائط الاجتماعيه جايه غير في الزنقه؟ سمح لي سيد الوزير، راه كنعيشوا واحد الواقع مر، هو ان الحكومه ديالكم ما كتعرف تجاوب على حقوق الناس، فقط تشتموهم. كيفاش مواطن كيصوت عليك كديمقراطي وانت كتشتمو كتقول المداويح، والحكومه كتدير الحكومه ساكت على السبان. هذه حكومه، هذه حكومه شهاده الملك، هذه حكومه تيرفعها البرلمان. سمح لي سيد الراي، وتمشي تقول لي راك موجود السبان. وقال وهبي ان اخطر ما يهدد القضاء اليوم في المغرب هو الفيسبوك. الفيسبوك كان معتبر ان التشكيك في القضاء او القول ان حكما ما ظالم من طرف قضاة السابقين او غيرهم لابد ان كيفاش ما نقولش حكم ظالم. ولا هذا شي قاضي قال شنو واش عداو كيفاش حكم ظالم؟ وعباد الله والحسن الثاني رحمه الله عليه قال ان الاحكام ظالمه، كاين احكام ظالمه ما تقولش ظالم. السوابي كيفاش ما تقولش ظالم؟ الاحكام ما تناقش. علاش انتم واش كديروا المحكمه الاوروبيه مالكم تناقشوها؟ هذاك ماشي حكم في المغرب كامل، ما كاين 10 من المحكمه الاوروبيه واتهمتوا الرشوه، واتهمتوا انتم الامم المتحده كاع اتهموا عباد الله المقارنين ديالها خداو رشوه. المحكمه الاوروبيه مالها ماشي احكام هذيك، علاش علاش واحد بصح ظلمتنا نناقشوا؟ كيفاش ما تناقش الاحكام؟ واش كنقولوا طرق الطعن غير العاديه؟ معنى طرق الطعن غير العاديه علاش كنمشيو لها؟ يقدر يكون خرق في القانون، خرق في كذا، علاش ما تناقش؟ ما فهمتش هذه الفكره هذه. من النقاش اللي ما خصوش يكون هو التحقير، هو الاساءه، او ديك الاحكام اللي كيبقى يبكي وناقش القانون. قانون شنو هو الاساس الفلسفي ديال العلنيه؟ علاش كنديروا جلسه علنيه؟ الاساس الفلسفي للمشرع علاش كينص؟ علاش من شروط المحاكمه العادله ان تكون وديرها سريه علنيه؟ ما تقنع من تقنع الجمهور. على انت ملي كتجي وكتناقش بحال دابا السيد الرئيس المحترم اللي حكم عليا، كنقولوا المحترم عمري قال بادب، ولكن شنو هي الفائده؟ حنا غنمشيو للاستئناف هذاك بوحدو، ولكن راه حنا كنطوروا الماده القانونيه بالنقاش الاعلامي. شنو وظيفتنا؟ علاش؟ نعطيك مثال حي من جمله الاشياء اللي قالها السيد الرئيس المحترم من حقه، واللي كنعتبره انا كان يعني لم يكن موفقا، وانا كنفترض في حسن يقدر يكون موفق في هذه الفكره بالضبط. شنو قال؟ هذه ما يمكنش نجاوب عليها في السينما، هذه خصها نقاش اعلامي. باش علاش؟ باش نستافد انا الصحفي، يستافد الشعب، يستافد القضاة، هكا كنطوروا وعينا القضائي. ما تعتبرهاش جائزه. نعطيك نموذج حي. شنو قال السيد الرئيس؟ قال لك انا كصحفي ما عنديش الحق، انا ماشي سلطه اتهام، ما نوجه اتهامات، هذه خصها نقاش. هذه وسط القضاء، واخا تحكم هكا براءه او ادانه، لان الفكره بقات حاصل المجتمع. يقدر يكون بعض القضاة ولا بعض واش انا غنوري القضاة القانون؟ بالعكس، انا تلميذ ديال القضاة المغاربه كاملين، كنقولها بمنتهى التواضع. ما كنناقشوش كنعيقوا عليهم ولا ابدا.
حتى حنا كنناقشوا، حنا ماشي كيناقشونا هما كيهبطونا للحبس وكنحترموهم، حنا غنناقشوا. او بالعكس ملي كيقول السيد الرئيس مثلا ان الصحفي ماشي سلطه اتهام ويوجه اتهامات، علاه باش طاح نيكسون بابا ديك رئيس امريكان الصحفي التحقيق اللي ديال ووتر التجسس، شكون هو المنطلق التحقيق؟ راه هو داك الصحفي دار التحقيق. رئيس دوله ديال امريكا نيكسون بابا قدم استقالته الى جانب عدد من شحال من فرنسا، شحال من تحقيق صحفي طيح رئيس دوله. على داك الشيء ساركوزي شنو اصله ماشي صحافه، على داك الشيء ديال جاك شيراك شنو اصله ماشي صحافه، وزير الماليه شنو ماشي صحافه بالتحقيق. وكاين جنس، عندنا جنس اجناس الصحفيه كيسمى جنس التحقيق. اش كنديروا في جنس التحقيق؟ نبحثوا عن طريق جمله كنلقاوها في جريده وكنبداو نحقوا عمل بوليسي، كنبدا نبحث ونجمع معطيات باش نوصل لواحد الحقيقه. اذا هو الحكم تضمن فكره، علاش تحرم انت المجتمع من ناقش هكا؟ وعن طريقه هذا النقاش شحال من واحد يقدر يكون عنده نفس الفكره ويبدلها ويناقشها. بصفتي كصحفي احب من احب وكره من كره، بقوه اجتماع سميتو بانه سقيفه سعد بن سقيفه، داك الاجتماع ديال ايش بقوه ديالو في التاريخ. غنبقى نعذبك بها خالد حري داك الفيديو، غنعذبك انت باش نعد. والله شوف انا كنت معكم، كنت كاع معكم، باش تعرفوا العبره. الله ما كيبغيش الظلم، يا عبادي اني حرمت الظلم ثم ضلال تتعدوا على بنات. ومع كامل الاسف جريتوا معكم محكمه اداريه وجريتوا معكم هذه اللي وقعت فيها القضاء، عندنا معاه والو، وتبنى روايتكم تبقى مسجله. انا كنقول للدوله هاد الصحفيين ومني وجبت اجبد اخويا شنو عندك باش انت صحفي وعندك الاملاك، ها اللي بوسكوره ها اللي عنده الاملاك، شي داك القجع. وما كانش الوطنيه دابا وقت ديال المونديال، الطريقه كيفاش كيتعامل مع الصحفيين، كيفاش كيتعامل مع المقاولات وسياتي يوم. ولكن دابا ما كاين باس، رغم انني والله تنهضر معاه في اي لحظه، حيت انا عارف الكره مشروع ملكي. الشيخ خوتي المغاربه امنوا بها والله ما كنتملق. شتي النجاح الكره والله تعالى يحسب لمحمد السادس، لحقاش هو تيبغي الكره. الملك يحب الكره وذكي وتيفهم فيها. الملك الحاجه اللي كيعطي فيها بحال الدبلوماسيه ديالو على الصعيد الخارجي قوي فيها، لانه عنده القلب تخصصه. شتي الكره والله العظيم حتى انجاز ديال الملك محمد السادس، بقيت بدي حتى شي واحد شي. وغادي الوقت نقول لكم كيفاش وقع واحد العمليه ديال الالتفاف من طرف البعض، كيفاش طلع هذا النادي باش يبان هذا النادي من هنايا، وغنجي لواحد التفاصيل لان كاين واحد التعامل لا ديمقراطي. ماشي شي حاجه بدنا ندير جيبو، لا، المال العام ديال الشعب المغربي يتصرف به. انا كنهضر مع الصباح، انا كنهضر مع خالد الحري، كنهضر مع هذه اليوميه. علاش دلستي على الشعب المغربي؟ عطيتيه الواقع ديال العشاء وما عطيتيش الواقع الروايه الاخرى ديال خشالي الفلوس خلشاتها. علاش اجتزأتي الواقع قطعتي منها؟ علاش؟ خصك تكون امين. كنضمنوا مع الزملاء انتم عندكم جمعيه دير بلاغ. اما ملي كتكون كتكتب في الجريده كيتسمى حق الجمهور الاطلاع. اجبد اخويا شنو عندك باش انت صحفي وعندك الاملاك، ها اللي في بوسكوره، ها اللي عنده الاملاك في تماره، ها اللي عنده العقارات، ها اللي عنده المصائب الكحله. كيفاش الشعب جالس مع كيعاني وانتم دايرين اللي فيها كذا، واحد كيدير لي كذا ويمشي ليا الامريكان، واحد كيمشي ليا فرنسا، واحد كيخيم ليا في كذا، والناس كتعاني علاش اخويا؟ واش حنا وجدنا باش نوليو حنايا مصيبه الكحله؟ انا اضع نفسي تحت الرقابه وتحت الاعين ديال السلطات كاملين. اجبد اخويا شكون عندهم هاد الفورم وهاد الفيلات وهاد العقارات والشركات. هنا كيبدا الاصلاح والله. ومصلحه الصحافه الى تصلحت شي حاجه في هذه البلاد. الصحافه اعين الدوله على المؤسسات وعلى المقدسات وعلى الثروات، هو حارس كلب حراسه. الى تصلحت شي حاجه في هذه البلاد. الصحافه اعين الدوله على المؤسسات وعلى المقدسات وعلى الثروات، هو حارس كلب حراسه. شي الا كان عندك الكلب ناعس بقى كيدير لا حراسه لا والو راه يوقع. الى جاني المؤسسات الاخرى. هنا الاصلاح اللي كيبغي يناقشوا حتى واحد، شبكه علاقات وصحبه، عاد صاحب مع شي داك القجع. وما كانش الوطنيه دابا وقت ديال المونديال، الطريقه كيفاش كيتعامل مع الصحفيين، كيفاش كيتعامل مع المقاولات وسياتي يوم. ولكن دابا ما كاين باس، رغم انني والله تنهضر معاه في اي لحظه، حيت انا عارف الكره مشروع ملكي. الشيخ خوتي المغاربه امنوا بها والله ما كنتملق. شتي النجاح الكره والله تعالى يحسب لمحمد السادس، لحقاش هو تيبغي الكره. الملك يحب الكره وذكي وتيفهم فيها. الملك باش علاش؟ وكنتي كدافع على الصحفيين. محمد الشنتوف اللي كان في ميديان تي في تعداو عليه ظلم منوع، كل التضامن مع السي محمد. علاش ما ضامنتيش معاه، ما عقلتيش عليه يا الصباح؟ الزميل حسن المولوح شحال تكرفسوا عليه، فيديو مفبرك في شرفه، الذبيحه. مالو ماشي صحافي حسن المولوح؟ ماشي زميل صح؟ صحفي ديال العيون اللي تعتقل ضامنتو معاه، اللي تشكى به، اللي كان عنده مشكل مع ولد رشيد. مالك ما ضامنتي والتلبوس ماشي التلبوس. الزميل ديال مراكش ما عقلتش عليه الصحفي اللي عدد من الصحفيين كيتنتهكوا يوميا ويمسوا شرفهم في المغرب. اذا من حق القضاء نعرفوا كيف. وسريه الابحاث هذه ماده اخرى، خاصني نشوف الدركي اللي خرج المعلومه، خاصني نشوف شكون هو الجدرمي اللي خرج المعلومه، خاصني نمشي عند النيابه العامه اللي خرجت المعلومه كاينه عند الدرك وعند الجندار فقط، وعند مشكون الشخص الاخر المشتكى به في الحبس. باقي داك السيد ما تلقى حتى واحد. شكون اللي عطى المعلومه اليوميه الصباح؟ هذا هو السؤال الاول. جوج،
خرجت روايه وصحيحه صحيحه، قال لهم انا كنت كنصلي، جاء معك جلس معه واحد القسمين والمعطيات لهول ما سمعت من وثيقه رسميه من داخل الجامعه الملكيه للقلب الاجتماعي. ماذا سمعت من المدير العام؟ بالله العلي العظيم انا باقي مصدوم. كيف التقرير المالكي باش كيتقدم بالنسبه للمصاريف، الضوء، الماء، كذا وكذا، الكارديناج، سميتو كونيكسيون ديال البيروات، زيد عليها التامينات، لونترونتيان ديال ما عرف شنو هذا، كذا انتقلنا من 8 المليون كذا انتقلنا الى كذا وكذا. وبالنسبه للمصاريف الخارجيه وعاوتاني العصاب سميتو الجهويه وصرفنا على هذا كذا كذا وشي حاجه كذا. والله ما سمعت، والله ما تسمع شحال صرفنا على المنتخبات من الصغير للكبير والنسويه وداخل القاعه. ياك الجامعه شحال عطاتنا كاس العالم للجامعه، شحال شديتو في قطر، سمحاش في التقرير المالي، شحال شدينا مع الكاف، شحال الاشارات الداعمين ديال الجامعه. صور تقرير مالي فيه هكا، فيه كونيكسيون، فيه الكارديناج، فيه الضوء، فيه الماء، فيه الميناج، العصاب كذا. شحال تقرا هذا 4 دقائق كلشي كيصفق. فين الصحافه؟ اش ما يتنشرش في دوزيام الاولى التقرير المالي للجامعه؟ واش هذيك فين الشفافيه؟ واش هذه ماشي انا مع الفلوس تصرف ولكن ما نعرفوهاش، لا توجد صحافه، لا توجد مسائل الحسابات، لا كاين والو. كيفاش؟ قول لي شحال كاس العالم عطانا، شنو هي المداخيل الجامعه؟ قول لنا كاس اوروبا شحال عطانا الكاف، راه ما كتشري كيعطيك واحد القدر معين، شحال صرفتي على المنتخب الوطني؟ بشحال كتمشي انت السي القجع؟ ماشي عيب القجع، شنو دابا نجي نقول لكم شنو هي القيمه ديال القجع؟ شحال كتمشي في الطياره؟ فين كتبات؟ كيف لي زوطيل مثلا؟ كيف كتنقل؟ راه ماشي عيب، هذه هو اهم حاجه النجاح الكروي. عطينا كاع الدول في العالم عندهم هادشي شفاف الا حنا. واش عيب الله تقرير مالي تقرا في 4 دقائق؟ شي يناقش معاه المصادقه، التصفيق، تو الموند. واش تقرير مالي هو الماء، الضوء، الميناج؟ واش عيب الله ما تجيش تقول لنا شحال كتقام انت في السنه؟ حنا كيبان لنا القجع دابا منين كنا في كاس العالم ما كيبانلكمش القجع في التدريب. ها هو هنا، ها هو كي عندك هذا، ها هو كيولي كيفاش يضرب القجع كاع ديك الصعبه اللي معاه، القجع هو جاي هو البارح كاع ما شفنا خسرنا مع فرنسا، باقي كاع ما شفتونا دابا. وكان دابا ربحكوا، هبط الملعب عاوتاني، هبط الملعب هزو. علاش؟ عطيني شي رئيس، انا ما شفتش رئيس جمعيه كيهبط الملعب ويدير ديك الحال الا المغرب. علاش؟ وفي الاول اعتقدت بانني انا حيت ما متبعش النوادي، وانا مشيت كنقلب وسولت هو الواحد لماذا. ودابا ملي خسرنا بغينا نشوفوك كيما كتهبط الملعب وتصور وكذا، خرج عندنا قول لنا شنو وقع البارح. علاش هذاك ماشي المغرب اللي كنعرفوا حنا؟ راه مغاربه، حنا كان معاك الناس راه هرسوا التلفازه في الديور، واحد راه مات، واحد النهار المراه اللي عنده مات، الناس راه تفقست، والمسؤول اللي هو مسؤول هذه هي اللحظه اللي يخرج عند الناس. ماشي ملي تكون نشاط ها انت عندك دي اناحي هز هذا وديك وتابع لك دوك الطباله ديال. هذا هو اخطر حاجه، هذا هو اخطر حاجه اللي انا خسران فلوس. كيف عندي مشكل؟ اولا عندي مشكل، قول لي فين صرفتي، شكون عطاك وشنو دخلاتك؟ فلوس الشعب المغربي هذيك، فلوس الشعب. عندي مشكل في حاجه ثانيه، فين هو الإعلان؟ عطوني موقع واحد كيناقش القضيه ديال القزح وكينتاق واحد اخطر، هذا هو القمع. حيت القمع ماشي هو نديك الحبس ولا حيدك بطاقه الصعب، كاين واحد الشكل اخر للقمع هو الاخطر، هو نعلفك نسكت لك فمك. عطوني خبر شادو اللي مشاو هذاك مول ديك الجريده ما كنبغيش نهضر عليه، راه كتعرفوا اللي قال لك رئيس ديال شي جنه لا ولا رئيس المجلس، عطوني في موقع وتهضر على كلشي. والله عطيني الستار على هذا القجع. علاش ما كينتاقش القجع؟ لان القجع عنده الميزانيه، هواش الخطوره. ما كيبقاش عندك الاعلام، عندك التقرير المالي كيدوز 4 دقائق، التقرير المالي كيدوز 4 دقائق ما كتناولوش الصحافه، وفلوس الشعب ما عندها قيمه. ولكن المحامون المجلس على الحسابات يجي يراقب لهم ماليه. وهذه الدوله المغربيه وهذه الحكومه اللي كبدت على الماليه ديال الشعب المغربي مع المحامون وتجيب مسح الحسابات، وهو امر غير دستوري، غير دستوري. والمحكمه الدستوريه غتمشي مع الساده المحامون. انا كنتخوف ونقولها لكم في المحكمه الدستوريه مع احترامي لديك المحكمه، ولكن رايي لم تكن موفقه المحكمه الدستوريه في قانون الاضراب، ما كانش موفقه. قانون الاضراب غير دستوري ومستعد ما كرهش تصادف شي مسؤول من هذه القضاه ديال المحكمه، كل احترام لهم، كل احترام وتواضع، ونتمنى نكون غلط، حنا بشر. قانون الاضراب اللي داز في الحكم غير دستوري، غير دستوري بالبت وبالمطلق، كما قانون الاستراتيجيه غير دستوري وخدام به مع كامل الاسف ما عرفش المحكمه الدستوريه. فكنخاف على ان قانون المحاماه سيكون مصيره، ما كنخاف تكون شي قراءه غير موفقه ماشي بسوء نيه، ولكن عندي هذا الاحساس. اذا هذه الماليه اليوم انتم المغاربه صوره جميله تاملوا فيها، المحاكم حابسه. علاش؟ قال لك اسيدي وهابي والدوله والحكومه قلبهم على الفلوس ديال الموكل، مزيان، وهذيك الجماعه فلوس ما كتجي، ماشي ديال الشعب ولا ما كاينش على الحسابات، لا صحافه تحضر، لا تقرير مالي يعرفوا شي واحد. وشوفوا ماشي فلوس، كنهضر على الغابه الفلوس، الخيال العلمي. انا مع الفلوس تصرف، واش لاعب لي بايرن نجي نطيح طون، انا معاك رجع يتهلا في اللاعبين واماكن الايواء، وانا معاه انفيستي فلوس وبني الملاعب السيد ودير، انا معاك. عندي غير طلب نقول لك شي حاجه نشوفها واش خايبان حنا جوج. عندي الخوف منين؟ ما بقاش عندي صحافه، لا احد ينتقد القجع
وغير جبد القشع دابا اش غيديروا لي في هذه الحلقه؟ ويلي تعاود ديك الهضره وي حقداوي كيصوروا ليه صافي. علاش كيحاربوني؟ علاش وكيحاربوا عدد من الاصوات؟ لهذا السبب خاصو يحيد ديك المصداقيه، ما تبقاش كتاثر، لانهم عارفين راسهم كيديروا شي امور ماشي قانونيه. ما معنى امور ماشي قانونيه؟ ما تيقولش كيسرقوا حاجه، ولكن بحال الامور ما يكشف لك تقرير مالي. بحال دابا واحد التصريح داروا القجع، اسمح لي يا سي فوزي، القجع نعرضوا لك ولا بلاش؟ سولك سمير شوقي في شي حوار كيقول لك المستشارين اللي عندك تما ما كيبانش شكون، قلت له هما ما تيبغوش يبينوا سمياتهم. واش هذا الحماق؟ واش كاين شي واحد كيحط فلوسه ما كيبغيش يبان؟ واش كاين شي واحد يخلي الفروق الكبيره ويحط فريق صغير اللي هو نهضر بركان؟ انت كيفاش؟ ترى هاد الفلوس اللي عندك في الجامعه علاش مزيان؟ لا سيدي اللي ما غتبان الشفافيه. كيفاش نعطيك فلوس انا ما نعرفك شكون؟ كيفاش تساهم لي مع فرقه مع وهاد الفرقه تولي كتجي لي اغلى اللاعبين اللي هي نهضر بركان؟ ايوا احنا دابا عندنا بطوله وطنيه، وملي كنقولوا فرنسا البارح قويه، شوف بطولات فرنسا كي دايره. راه عندك البارح عقلوا ديال المغرب باريس سان جيرمان بطل ديال اوروبا. واش حنا عندنا بطل دابا؟ عندنا شوف البطوله كي دايره، ما معنى بطوله مخربه؟ علاش واقع ديال البطوله دايره بهذه الطريقه البطليه ضعيف مره كاع. حنا خصنا بطوله نحسوا بالبطوله، على الاقل تعطيني جوج لاعبين على الاقل. واش بطوله ما عطيك كلشي من برا، كلشي جاي من علاش البطوله تكون لاعب البطوله والبان جوج ديال البطوله ولا ثلاثه على الاقل؟ ما كايناش. ايوا الفلوس هاد الملايير فين كتمشي؟ هاد الملايير اللي كتعطى للجامعه وهاد الفلوس اللي عند الجامعه، ايوا علاش بطوله ميته مقتوله؟ لماذا ما قدرش يصنع؟ نقطه اخرى سي فوزي القجع، وهذه في غايه الاهميه واسمح لي نقولها لك. واش انت ما عندكش علاقه بهذا الموضوع ديال الفراقشيه؟ ماشي انت فراقشي، لا حاشا، ماشي هذا هو المقصود. هذا النقاش الفراقشيه، واش كون عطى الفلوس الناس يجيبوا اللحم؟ ماشي انت وزير الميزانيه. شكون عطى فلوس الصحفيين؟ دابا عارف كورونا نشبع داز كورونا زعما شكون عطى فلوس؟ انت هو وزير الميزانيه. خرجنا اللائحه ديال الصحفيين والمقاولات، علاش انا نسمع واحد كيدي 20 مليون صحفي مقاول؟ كيف 20 مليون؟ واحد كيبقى يقال شكون هو هذا اللي كياخذ 20 مليون؟ تصور بنادم عنده في الصالير 8000 درهم، ولان ما كاينش المراقبه ولا كيطلعها كيدير لك 10 المليون. حنا سمعنا هادشي. اسيدي شحال تخسر؟ كتعطي الفلوس انت وزير، انا قول لي شكون خرج لي الفراقشيه؟ حنا مشينا كناقشوا واحد استقلال الفراقشيه ونسينا القجع. هو مول الفلوس. كيفاش انت وزير المازال ماشي تبقى تاشر؟ لا حبس ليا، شكون انت؟ ان شاء الله سيدي الناس اللي يجيبوا الغنم من عباد الله. اجي انت المقاوله غتنشر تجيب لي الصحافه، اجي انت المخطط الاخضر نعطيك شي تراكتور، اي حاجه الفلوس. فشل ذريع. انا وصلتني وثيقه، هي ماشي انا بطرقي الخاصه. شوف انا نقرا عليك شحال الوثيقه. شوف في كل الفيفا خصت لينا 8% من السعه ديال الملعب، كل ملعب 17550 بي تذكير ديال البي فوكاش. هذه عارف دور المجموعات الاولى بلا ماتش الاخر، بلا هولندا بلا كندا بلا هولندا بلا فرنسا. عرفتي شحال لقيت عندك التوتال؟ درت عمليه حسابيه لقيت 24000 بي. درنا البي غير 5000 درهم. عرفت شحال عطاتني ديال الفلوس؟ 3 المليار قال شي 200 مليون. دابا واش حنا خايبين؟ قول لينا السي القجع، ياك انت اللي مكلم بهذا البي. هاد 3 المليار كيفاش؟ واش تباعت؟ واش 5000 درهم؟ واش 4000 درهم؟ واش بس؟ وكاين اللي وصل 9000 درهم. انا درت عمليه حسابيه 3 المليار ويا ربما كثار. واش ما حقناش نعرفوا هاد 3 المليار كيفاش؟ واش ما حقناش السي فوزي نعرفوا شكون اللي مشى لكاس العالم؟ انا شوف لقيت واحد الخبر والله ما قدرت نشرح، والله ما قدرت، ماشي ما قدرتش حيت ما تحريتش، ما عنديش معلومات. خبر شكون مشاو 200 عائله وكذا، ولكن كنعرف انا كنخاف شي خبر يكون فيه الاساءه. ولكن انا الاوان السي فوزي القجع تقول لنا هاد 24000 بي شنو دارت فيهم الجامعه؟ وكان عندنا مشكل في قطر، بودريقه راه في الحبس وارتبط اسمه بالخشونه اللي وقعت في التذكير لبيد قطر. الحيداوي راه كان في الحبس. درنا جوج حالات عندنا اليوم، عندنا 24000 بطاقه تذكيره. شكون هما هاد الناس؟ كاين مغاربه تغيروا، حنا ما شفنا لا اعلانات لا والو. كيفاش داز هادشي؟ كيفاش باعوا هاد الورق؟ لما تعطاو هاد الورق واش باعوا؟ واش تعطاو كادو؟ شكون اللي سافر؟ هذا الفريق اللي مشى معاك الاعلامي. هذيك اسئله كانت كتطرح عيب وعار، وما كانش والله العظيم الا عيب وعار هذيك اسئله كتطرح صحفيه. شكون هما دوك الناس اللي مشاو؟ وكنعرف انا عدد من الصحفيين مهنيين. شنو دورهم؟ وما كاين انتقاد عباد الله ولا واحد يناقش القجع. علاش؟ ما القجع له الاحترام وله التوقير، كان هو ماشي ملك. احنا عندنا ملك واحد في هذه البلاد هو الملك محمد السادس. الملك اللي خصو واحد التوقير، وماشي غير الملك والاسره العلويه. انا من الناس اللي كندافع على الفكره خوتي مغار توقير. باقي عباد الله ماشي عن لا الاحترام، ولكن سالوهم انت راك بشر تدبر قطاع، عندك فلوس، انت عندك مهمه، راه ما خدامش فابور، كتصدقش فابور. انت في عمر الصحافه كان عندها هذه المصيبه الفلوس الا في هذا الوقت. كاين ادارات في المغرب في عمرنا كنا كنعرفوا كدير انشطه ولات كدير دابا انشطه وانت مول الميزانيه. كاين انشطه ولات كدير في المغرب مؤسسات، كاين مؤسسات خياليه بنات مقراتها، كاين مؤسسات اخرى ما عندهاش تلبيبات. كاين مؤسسه البارحه بوليسي تضرب دخل السبيطار، بوليسي دخل السبيطار قال لك ما لقاش سكانير ولا ما لقاش ما عرفت شنو هو. عيب وعار وحشومه. مستشفى الاعطاب رجل امن ضربوا جوج طوموبيلات وهربوا، جابوا له مستعجلات ساعه ونص هو فوق البياص، راسو غارق في الدم، مهرس من رجله. في الاخر السكانير والراديو ما خدامينش. الاصدقاء ديالو داو المصحه خاصه، سياره اسعاف خاصه، ومندوب الصحه خارج التغطيه. شنو هو المشكل؟
يلا البوليسي كيدخل ما كاينش ما عرفتش اللي ما كاينش وكذا وهزوه معك فين داوه باش يعالجوه كامل. يعني للاسف كنتمناو من الله عز وجل، كنتمنى راه الحداثه ماشي هي انك تلعب دومي فينال. شوف راه الحداثه راه وعي، الحداثه راه سلوك، الحداثه هو قبولك بالاختلاف بالاخر، الحداثه هو انك تقبل بالصحافه، الحداثه هو تقبل بالمجتمع المدني، الحداثه هو انك تحترم فصل السلط، الحداثه هو انك تحس بنادم، الحداثه هو انك راه ماشي انك تلبس وفي الاخر في سلوك تلقاك عدواني اناني. لا اتحدث عن كسر القجع، كنهضر على المسؤولين بشكل عام حيت هذا مشكل في المغرب. اعطاب عندنا حنا، اعطاب عندنا مشكل خطير. يلا شو دابا القجع ملي طلعوا ودابا على نقولوا قايله كناقشوا اللاعبين ولا في الاول الا كان شي انجاز كنلصقوا القجع، وملي كنطيحوا كنقلبوا على مدرب ونقلبوا على لاعبين ونقلبوا، ومن الاول نقولوا ما يمكنش. علاش؟ لانه بالنسبه لهم علاش كيطبلوا القجع؟ لان بالنسبه لهم هو اللي بالنسبه لهم عنده الشكاره. عطيني شي واحد يكتب شي جمله على القجع، عطوني واحد في المغرب بغيت نلقى شي موقع. وهذا راه ماشي راه مصيبه، راه خصك صحافه باش تطور البلاد، باش تطور الكره، باش تطور كل شيء. راه عندنا خدمه، راه عندنا انجازات، راه عندنا مكاسب في المغرب، راه دولتنا ماشي خايبه اخوتي المغاربه، ولكن ملي عندنا علاقه متوتره مع الراي والتعبير، حريه التعبير، السلطويه، كاين مشكل، تهضر صافي لا شوف حد ديال البلاير عنده القجع، وحتى واحد عنده 4 ديالهم قابلين الصحافه، واحد عنده 2 ريال. دابا ما اللي كيتكتب على بغيتش نقول بعض الاسماء باش ما ندخلش انا في التنافس بيناتهم السياسي. شوف واش كيتكتب على بعض الفاعل السياسي ولا بعض الصحفي ولا بعض واحد اللي عنده الغابه الفلوس، الغابه هو اللي خصو يكون تحت المرصاد والصح، لا يتحدث عنه احد. وكيدير شي واحد ما عنده لا سلطه لا فلوس لا قرار لا سواره الحبس لا حكم لا مجتمع، هو اللي كيهضروا عليه كيبينوا لك لهذا انت عاش تشهير باش المغاربه عيقوا. لماذا التشهير بزاف؟ باش علاش؟ لان باش ما تجيش تناقش بحال هكا المليار 4 مليون فلوس تذاكر، ما بغاوش هاد النقاش. كي غندير لك الناس اللي غيهضروا غنمشي نحيدوا المصداقيه، غنبينوا حقداوي هضراوي علاش ما بخليش الناس حيت حنا المغاربه كنتصنتوا كنتاثروا، هما كيلعبوا لهذا المشهد ويكذب على بنادم. هذه هو الخطه باش يحيدك ليخلو لهم الجو. في ختام هذه الحلقه عظيم المحبه وعظيم الامتنان وعظيم الشكر لكل لاعب مغربي. صدقوني لاعبين ضحيه ديال خطه وضحيه ديال الغرور. والله اخوتي المغاربه لاعبين ولاد الناس، مابقاوش المغاربه نخربوا. واش المغاربه قدام كندا في الشوط الاول باعوا الماتش وفي الشوط الثاني شراوه؟ شوف شوف كيفاش خاصنا نخدموا عقلنا. لا باع كانوا منهكين، كاين لا باعوا الماتش لا لاعبين ولاد الناس مساكن تقال. واش دوك اللاعبين اللي كانوا كيبينوا الدم ما محشومه؟ مابقاوش طيحوا في بعض المغردين ديال الجيران ديالنا عيبات الله. اللاعبين جاوا من برا ومصر عندها واحد هيثم هذيك في اسبانيا، واحد جابوه هو اللي عندهم مخلوعين عليه وما لقاوش اللاعبين. لا وحنا المغاربه عقلوا على هذه وحفظوها. راه اكبر انجاز وقع في كاس افريقيا على هذا الناس كاع ما جابوه هو اننا طلعنا الربع، بمعنى ان الربع ديال قطر لم يكن صدفه. هذه اللي خصكم تكونوا اذكياء في قطر. شتي المغرب طلع للربع، اذا ولات عندي انا مدرسه، اذا انا ماشي صدفه طلعت في قطر. انتبهوا لبعض الامور الايجابيه، كاين انتقادات ولكن انتبهوا. شتي ملي طلعنا الربع ثانيا اصبح الحلم، الحلم سهل. عرفتي باش يخليك شي واحد تحلم صحابك ساهل يا وين كان الحلم. اخطر حاجه لعبت عليها اسرائيل في حرب منذ هزيمه النكسه 67 اش دارت؟ افهمت وادخلت في عقول العرب على انهم سوقهم خاوي ودون المستوى وليسوا في مستوى لا النزال ولا المواجهه. كاع شي واحد تيحقق، شي واحد بغى يفرح في سوق خاوي ثاني كاين تيحقق كتفشل القواك لان الثقه شي حاجه واعره. اسرائيل لعبت هذه الخطه مع العرب تاريخيا سوقهم خاوي. علاش هي دابا 7 اكتوبر شي كي دارت بغيت يا 7 اكتوبر اي شيخو في راسهم يغلبون عاد الثقه. راه الا غلبتي فرنسا عاد تثق في راسك. راه ماشي البارح ما كانش ماتش الكره، معركه كانت سياسيه اكثر منها كرويه. كان صراع ديال التاريخ وديال الاجيال. الاستعمار كان حاضر البارح، المذابح اللي دوزوا على جدودنا كنا غنتصارعوا يمكن هذا فلا شعورنا لهذا الماتش مع فرنسا طعم خاص، ولهذا فرنسا دير اللي ما تجيك على بالك. تقدر تصيفط شي هذيك تصيفط الوزراء هنا قطع صدفه ولكن فرنسا ديرها. شتي فرنسا ما بغيتش نقول واحد العباره، اخطر نظام في الابتزاز، اخطر نظام يبتز. وشتي فرنسا تقبل اي واحد يهز راسه. جوج ديال الدول ما عمر فرنسا تقبلهم، ولكن المغرب والجزائر هادو جوج عندهم خصهم ديما يبقاو تحتها. ولهذا لاعبه دورتها هي في تسميم العلاقه الى جانب ذاك الذكيه اللي ما كيتسماش. دائما المغرب والجزائر خصهم يبقى بيناتهم العافيه. مع كامل الاسف النظام الجزائري هو مستفد لانه ما قادرش يقدم اجابات للمشاكل، وواحد القسم من الشعب ديالو حتى هو داخل في هذه اللعبه. ومع كامل الاسف عندنا واحد الطرف هنا في المغرب حتى هو داخل في هذه اللعبه معاهم. مع كامل الاسف ما عيقش بالمخطط. الفرنساويين يصيفط لك الوزراء بحال البارح بصح وخلق لك ويبلبل لك وينويك ودخلك تداوي ربحتي هما واعرين يقدر يختاروا التوقيت نهار الماتش انت غيقول لك 7 وخلي لك الصفحات يبلبل لك. ولكن وحنا ما اهتميناش بها البارح، حنا بغينا نكتبها حتى في الموقع بغيتش نشوش. ولكن كتلقى ناس كيشوشوا، كتلقى واحد تيعد راسهم صحفيين ومشهورين وداير صفحه 7 وزراء. تخيل هذا الخبر حنا عندنا لقاء مع المغرب الجزائري هو باش خصهم يديروا لك لا عرفتوا المغرب باش دار داكشي التعيين الخوان فيفا شاري القجع شاري واستغلوا اخطاء القجع. اسمعوا اخوتي المغاربه انا اقولها لكم القجع يتحمل المسؤول. خلي بعض المحاسن ديالو قلتها في واحد الحلقه وكنت كنعاود الطريق ما كانش كيعرف يتصرف تم غادي مع رئيس الفيفا تم غادي مع رئيس فلان فاوحى لهم بالفكره. الطريقه ديال نهضه بركان عاوتاني بعض الامتيازات كانت عن نهضه بركان. واش واحد عباد الله يعطي جهاز التناسلي حسب على التعبير الجمهور هذا والله ما بقى يلعب تعطيه انت عقوبه 6 الماتشات شويه تحولوا الى 3 ديال الماتشات. هذا كله كيتير كيخلي الناس يبداو يفكروا فعرفوا يلعبوا هذا اللعب.
بينما احنا لا، عندنا مشروع ملكي وعندنا لاعبين كيضربوا التمر، وعندنا ناس كيبغيو بلادهم. النظام الجزائري كيف غيدير مع شعبه؟ ببساطه شديده هذا النظام الجزائري ما قادرش يواجه شعبه بحصيلته. مشوا في الكره، اش داروا ملي خسروا في كاس افريقيا؟ شنو قال الدراجي يقول؟ عودوا الى الجزائر، لا نريد. قالوا بان المشكل في المغرب وحملونا الفشل، ماشي هما الجامعه ديالهم، لان غينوضوا الصداع في مشات الفلوس. عقلتوا شنو كتب الدراجي؟ قال لك سيبقى شعار جماهيرنا 1 2 3 فيفا لاجيري. وشنو كتب تحت؟ عند الخساره وعند الفوز نبقى اعزاء واوفياء لبلدنا وشعبنا ومواقفنا، ومن بعد كلما زادت التحديات وارتفعت الحرب. كيهمني السطر الاخر ولي زوين، موعدنا مونديال 2026 حيث تكون الاجواء انظف، اما في المغرب اوسخ والظروف احسن. في المغرب الظروف اسوء. في المونديال اللي عنده في المونديال غتعرفوا شكون هو المنتخب الجزائري وغتعرفوا المنتخب المغربي. علاش المنتخب الجزائري تقصى في المغرب؟ لان الظروف اوسخ، كاين التدخلات والبيئه موسخه. مونديال ما كاينش باك صاحبي وما كاينش خالتك في العرس، اللي عنده ياك. هذا هو المنطق. ايوا باش طلعتي انت بالتسمسيره بمفاهمه مع النمسا باين العوار. بزاف الحوايج في المغرب خايبه وكنتقاتلوا عليها، لكن اخوتي المغاربه حتى الناس المعارضين باش يولي عندهم مصداقيه، المغرب افضل من الجزائر وافضل حتى من تونس. ما يجي اليوم من تونس تعطي هذا مؤبد، واش بالكينا تعطيه مؤبد؟ بالكينا اش كيقول؟ قول اللي بغيتي، ما خلاش كاع. على دابا النظام المغربي بحال بالكيران ولا زعما كون بغا لو كان بحال والله على هذا ما كاين ملف حقيقي في تونس، ما كاينش ملف حقيقي. عبد الظلم الغنوشي مؤبد. شوف الاخر عرفتي رئيس الجمعيه القضائيه في المغرب، اش قالوا قال هذه قضاه المغرب؟ حنا القضاه عندنا داروا وقفه قدام محكمه النقد بالكسوات ديالهم، لبسوها ولا ما لبسوش. نادي قضاه المغرب احتج بالكسوه في سابقه، صارت باش يخرج لك القاضي بالبدله. وهلو مازال واش الوضع في المغرب وردي زوين؟ لا ما كنقولهاش، غنكون منافق. كاين نقط سوداء، ولكن عاوتاني حتى خطاب ديال الناس المعارضه باش كيكون قوي. كاين حوايج في المغرب جميله، غير حنا نريد ما هو افضل. ترى عندك عرفتي تونس العصر الحجري راه مخيف. داك الشيء هاد تصميم العلاقات اللي كاين وسط المغرب ما محسوبينش على الدوله، حيت الدوله اللي كيخدم عقله. الدوله شنو هي مصلحتها؟ الدوله اهم رهان عندها شي الدوله الرهان اللي عندها رقم واحد هو يكون الامن والاستقرار وما كاينش الفتنه. كيجي من بعد هذا الشيء خلاص خاصك تجاوب على الحاجيات ديال عباد الله، المرور، الطريقه غادي خداما، كل شيء عنده ملكيه ديال الدنيا هانيه، الماكله، الشغل، هذه تحديات. ولكن رقم واحد عند اي دوله في العالم هو الاستقرار. بعد ما يكونش الدم كيدي الدم، كاين لا حرب اهليه، كاين لا عنف، لا والو، تتكون جرائم. هذه واش كاين شي دوله غتغدي الصراعات العرقيه والاثنيه؟ دابا هذا الصراع اللي كاين ديال الامازيغ بعض. شوفوا اخوتي المغاربه، كتشوفوا واحد الناس كيهاجمونا حنا، والله ما الامازيغ. انا من اكثر الناس حبا للامازيغ ولا احتاج دابا يصير حنا، والله ما الامازيغ. انا من اكثر الناس حبا للامازيغ ولا احتاج دابا صدق، لانني كنعرف شنو هما الامازيغ، من اطيب خلق الله. ولكن كاين جوج عوامل. كاين واحد الطرف في الامازيغ ماشي طرف، واحد الصوت قليل ما تيامنش بالتعايش وكيبغي يسلم، كيبين المهدي عنده مشكل. لا قول مشيني. انا دخلت لسين ديال الحبس. شكون هما هذوك رياف؟ انا ما عرف. انا سيدي قاسم واش داير الحسين؟ علاش دخلت الحسين على ملف مطلبي فيه الامازيغ ديال الامازيغ. هذه مسجله في التاريخ. علاش ما دوز حبس دوز على ريافه؟ مال انا بنتي غنداوي في الحسيمه، ولدي عنقري في الحسيمه، واش انا ولدي عاخذ في الحسيمه؟ واش بيني وبين الحسيمه نضرب من الحبس؟ بيني وبينهم المحبه والحب، واحبهم كما احب السوس والشلوح. ولكن ديك الاقل تحول انت طفل بحال هذا وتبغي تشوش المغاربه واخلاقهم لا مستوى زعما مخزي. فكل الخزي والعار بمنتهى المسؤوليه لاي واحد كيحاول يستمم العلاقات المغربيه الجزائريه. وهي اخر رساله للنخب المثقفه في الجزائر وفي المغرب، رجاء حاولوا تصدقوا. راه كاين الناس كتلعب في هذا الشيء، ناس مستفيده من هذا الصراع. عقل خاص العقل يتغلب على هذه التفاهات وهذه الخوال الخير ويحشوم هذه المستويات مع كامل الاسف. رساله مفتوحه الى اعضاء الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان. هذه مشهوره؟ لا اول واحد غتشوف. كتبتيها اليوم؟ كتبتها البارح. تفضل. منذ أكثر من 40 عام وأنا أناضل من أجل حقوق الإنسان، وواجهت القمع والتشهير والتهديد، وتحملت مسؤوليات ثقيلة داخل الحركة الحقوقية المغربية والدولية، لكنني لم أتخيل يوما أن أصل إلى لحظة أجد فيها نفسي مضطرا للدفاع عن حقي في التضامن مع شعب يتعرض للإبادة الجماعية داخل منظمة حقوقية دولية يفترض أنها وجدت أصلا للدفاع عن المظلومين. لذلك أكتب اليوم ولذلك أتهم. إني أتهم قيادة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأنها حولت الضحية إلى متهم، وجعلت من التضامن مع فلسطين موضوعا للتحقيق والمساءلة داخل مؤسسة يفترض أنها في صف الضحايا لا في موقع مساءلتهم. وأتهمها بأنها وضعت نفسها ربما دون أن تدرك في موقع مراقبة الضمير الإنساني بدل حماية حرية الضمير. وأتهمها بأنها نسيت المبادئ التي تأسست عليها الحركة الحقوقية العالمية، ونسيت أن ميثاق الأمم المتحدة جعل من حق الشعوب في تقرير مصيرها أحد أسس النظام الدولي. كيف الإشكال العميق؟ كاينه واحد الرواية نشرت في مواقع إلكترونية بعينها، ويبدو أنها مكتوبة بحبارة واحدة، واحد الموقع شهير وواحد الموقع آخر شهير، حيت ماشي هدفي هو المواقع. وشنو كاتبين؟ قالت مصادر مقربة بعد أول من الخيمة خرج ميل في هذا الملف على المرابط.
هاد المصادر واش حنا ما عندناش الماده 15 عباد الله في قانون المصادر الجنائيه؟ هذاك القوضات ديال التواصل ما كنخاصوش من العام كنكونوا ويتواصلوا معنا، وإلا ما كانش النيابه العامه كيعطي هو اذن للشرطه التواصل ولا شي حاجه. وعلاش انا نبقى دوله عندي تاريخ ومؤسسات وراكم تجربه مؤسساتيه وترسانه قانونيه وكنخسر المال العام وغادي شويه بشويه وقضيه كبيره ونقرا روايه هنا. اولا كتب في واحد التشويش على القضيه ويقدر عالي المراه تتحاكم بحال المغاربه، ولكن طريقه الاخراج كنقول هذا المقال مكتوب نفس هذا المضمون كاين في هذا المقال وهذا مكتوب بواحد الطريقه فيه واحد المجهود، كاين المحاوله ديال بحال واحد الطمانه. شوف راه ما كاين لا اللي فهمت انا راه ما كاين لا قضيه جنسيه لا ركبوا ولا قضيه غليظه، كاين غير اهانه وسب ومسؤولين وكذا بحال كاين شي واحد كيطمئن. ولكن اذا كان يخرج يتواصل مع المؤسسات النيابه العامه عندنا قوه التواصل يجي يقول انا يا هاش كاين تم هذا راه ماشي شخص عادي راه صحفي دولي معروف يخرج بلاغ يسد في اشاعات يطمئن عباد الله. اما ملي كتقول لي عندي انا على موقع من مصادر خاصه، شكون المصادر الخاصه؟ واخا ما كاين باس وهذه المصادر الخاصه نفس الجمل ما كتحيد عسطر هنا نفس الفقره كنمشي لموقع اخر هنا انا كتحبط عزيمتي وكتقتل في ذاك الايمان بالمحاكمه العادله. كنقول هذا الشيء ماشي عادي. ولماذا الاصرار على التهم تخرج السب والقذف وشي حاجه فيها يعني الاهانه وشي حاجه فيها التشهير؟ باش عرفتي التكييف شكون عرف هذا الشيء؟ وانا المعلومات اللي عندي باقي ما سمعولوش كاع السيد البارح حتى 5 الصباح ولا كذا، المعلومات اللي راجعه 5 الصباح ما سمعوا حتى واحد. باش عرفوا الناس هذا النوع من التهم؟ شكون كيقول هذه المصادر الخاصه؟ هذا هو الاشكال. اعمق من هذا الاشكال اللي غنوصلكم ليه خطير جدا. انا الشرطه تسمع العالي والله ما كاين مشكل، داكشي القضاء كنحترم كاين مشكل وتستمعوا كما قلت لكم امر حنا منتظر الدنيا هانيه. ولكن هذه الفقره هذه اللي لقيتها في عدد من المواقع هذه هي اللي بغيتكم توقفوا عندها خطيره. اللي مخرج هذا المقال تيقول ولا ينبغي ان يغيب عن هذا النقاش ان العمل الصحفي مهما اتسعت مساحته يبقى محكوما بضوابط قانونيه واخلاقيه تقوم على التحري والتتبع. هذا ماشي صحفي اللي ما بغيتش ندخل بعض التفاصيل. الصحفي تيكتب الخبر راه خصنا نفرقوا بين التعليق وبين الخبر عباد الله. والتعليق داير في الخبر واحد السميه ومكتوب معاه 11 وداك الشيء زعما كيفاش مقاد هذا موقف ماشي سهل. ولا ينبغي ان يغيب عن هذا النقاش ان العمل الصحفي مهما اتسعت مساحته يبقى محكوما بضوابط قانونيه واخلاقيه تقوم على التحري والتتبع واحترام قرينه البراءه وتمكين الاطراف المعنيه من حق الرد والتمييز بين الوقائع المثبته والادعاء. فالصحافه لا تستمد مشروعيتها من مجرد النشر وانما من قدرتها على تقديم معلومات دقيقه ومدعمه لان المصداقيه تضر. بمعنى اخر انا داك الشيء اللي نشروا عليه نشروا في اطار نشاطه صحفي في اطار ممارسته الصحفيه فقط انه اخل بواجباته المهنيه ولم يتحرى بالشكل المطلوب. مزيان ايوا ولا كان هذه هي ايوا علاش مشدود القانون الجنائي احنا ما عندناش العقوبات السلبيه الحريه في الصحافه. اذا ها هو التناقض اللي طاحوا فيه وما حسوش. اذا هنا هذا البلاغ ولا هذا البيان ولا هذا صاحب هذا المقال تيقول واللي منشور هذا المقال منشور عدد من المواقع بنفس الطريقه. اذا ولا ينبغي ان يغيب عن هذا النقاش ان العمل الصحفي مهما اتسعت. اذا انت كتعرف بان عليك دير عمل صحفي وحنا في المغرب قطعنا مع كيفاش بيت عند الفرقه الوطني اذا كان نشاطا صحفيا يعني خصك تسمع له بلا ما يتشد بلا ما يكون متابع. هذا هو اقوى اشكال اليوم اللي غتقدر تواجه السلطات المغربيه امام العالم. يسمعوا له ما كاين مشكل اللي غلط عليه يتعاقب الفلتر والكبوط بحالنا بحاله كاين مشكل. ولكن راه عندك تشريع ما مدى التزامنا وتقيدنا. انت هنا اعترف الناس هذا عمل صحفي كذا ما عرفش يهضر جاب كذا كل شيء كيف قانون الصحافه في مصر. القذف 83 بغيتي سميتو ال 71 الكراهيه وداك الشيء الاساءات بغيتي ال 109 بغيتي ال 110 الحياه الخاصه بغيتي الاساءه للدين اساءه للمسؤولين القذف التشهير كل الجرائم كاين قانون الصحافه في مصر. قانون الصحافه ما فيش الاعتقال لماذا اعتقل علي المراه؟ اذا القانون الجنائي والسب والقذف والاهانه والتشهير وبالتوزيع كاذبه والاهانه هادشي كامل كله كاين في القانون الصحافه والنشر وهو صحافي وهذه الماده تعتبر به صحافي. اذا لماذا سلبت الحريه ديالو؟ جوج هو كان داخل هو عارف راسو داير اقوى ضمان حيت الاصل هو المتابعه في حال الصراحه. الاصل الاعتقال فوقاش كنعتقلوا واحد الانسان تكون عارف ما ضامنش غيجي يتحاكم يهرب لينا غيمشي يبدل لنا معالم ديال الجريمه غيمشي يعطل لنا في الشهود باقي كان حقه غيعطلنا على التحقيق. كاين او مثلا غيخرج غيقتل شي واحد يشكل خطر الا خرج. كاين اعتبارات عده باش كنشدوا واحد البنادم ما كنجوش نحطوه. بالنسبه لي انا واش غيأثر على الشهود؟ واش غيمشي يبدل شي معالم شي جريمه؟ اعتقد انه هو في مواجهه فيديوهات عندهم محجوزين سهل النقاش. اذا اقوى ضمان عند علي هو انه عارف راسه متابع وتم جاي. اذا لو كان جاي يتحاكم ما كاين مشكل. السؤال لماذا الوضع في الاعتقال؟ ولا حتى الانسان في الاعتقال تلقى طريقه الدفاع ديالو على راسه شي واحد يكون حر. يجيب هذه الورقه باغي يجبد شي وثيقه يثبت بها كتقيد قدرته على الدفاع على راسه. لان الانسان تيخرج برا لقى البيسي يجبد التليفون هذا الفيديو ها هو وهاد الوثيقه هي ماشي كيدخل باش دار الفيديوهات كيفاش غادي يجيبهم؟ اذا لماذا المتابعه في حاله اعتقال؟ زوج
واش حنا في مصلحتنا اعتقاله؟ سؤال نعتقلوا شنو نربحوا؟ دابا حنا الحمد لله بدات كتحسن وضعيتنا في الصحافه شويه بعد ما كانش عندنا معتقلين. اقوى من هذا، لاحظوا مع احترامي للجميع والله يفرج على الجميع، لاحظوا الملف ديال الزفزافي، لاحظوا الملف ديال النقيب زياد، لاحظوا الملف ديال سليمان وديال عمر وديال توفيق. انا ما كنتمنى حتى شي روايه دابا لا الاطراف ولا مع احترام، وهادو الملك تدخل. شنو الاشاره؟ وعفى عليهم. يعني الملك لا يريد الصحفيين في الحبس بغض النظر، وماشي معنى الملك صادر حقوق الاطراف الاخرى في الدعوه اللي هما كيقدموا راسهم ضحايا ابدا، وماشي الملك قال لهم رجعوا ديروا الصحافه، لا، الملك وضع حدا للاعتقال، هذاك اللي هو سميتو صحافي ما بغيتوش يبقى ليا بالحبس، وحتى المدون يخرج ليا من الحبس الملك. اذا انا كمواطن مغربي كنفهم اذا الملك ما باغيش الصحفيين يبقاو في الحبس. طبعا انا كنقول بمنتهى المسؤوليه، لا نحابي احد، لا النقب هذا الاساءه العالي يسال شي واحد ولا المهدوي يسال شي واحد، هو يكون مسؤول يكون مواطن. عندكم صحاب ليكم، لا عندنا مشكل مع السلطات ولا المسؤولين ولا كنتقاتلوا، ولكن نحترم المسؤولين ديال البلاد، واي حاجه كنقولوها بالدليل، واللي غلطنا ولا كان شي حاجه ماشي هذيك كنعتذروا للمسؤولين ديالنا. هذا المنطق ديال الاشياء، ما كاينش مشكل هنا، ولكن كنبغيو غير نفهموا. انا بغيت نفهم هذا الاعتقال في اي سياق. انا عندي توجه ملكي، انا عندي اليوم، انا المغرب حديث القاسي وداني في كاس العالم، انا اليوم وليت، انا اليوم على صعيد غير الكره اخترقت، ولا عندي معتقدات في العالم، العالم ولكن ضروري دوله صاعده قويه. كذلك خص يكون باراليل في الحقوق، في الحريات اهم حاجه. كنت انا باقي كنشد صحافي في الحبس، صحافي تابع سيدي، ولكن عندنا الغرامات في قانون الصحافه، مالناش اعتقال. وانت كتقول لي صحافي، كيكتبوا لي صحافي، ياك صحافي هو صحافي عادي، علاش غيمشي للحبس؟ وانا عندي تصريح مهم ديال الاستاذ الاستاذ محمد عبد النبوي. ماذا قال؟ قال لك انا صحافي لا سرق يمشي للحبس، الا قتل يمشي للحبس. كان كيهضر عليا يعني ما يتعلق بالتعبير، واخا يكون قاسي، التعبير ماشي ما تمشيش للحبس، التعبير رايي. كنشدك الى قتلتي، كنشدك الى سرقتي، كنشدك الى زورتي، كنشدك الى اغتصبتي، كنشدك الى اعتديتي على الاصول، كنشدك الى بعتي الحشيش، كنشدك مثلا الى تواطأتي على الامن ديال الدوله، كنشدك مثلا حتى ضربت اضرام النار، الدبيز. ما عطيتي رايك في مسؤول، وان كنا ندير هذا الصحافه خصها واحد كيقول هذا رايه، كيقول بعض المرات الانسان تيخرج بعض المعلومات غلطه. انا والله ما نحمل شي واحد نشر عليه اخبار كاذبه، بصح سمعه الناس غاليه، خصنا تيكون مسؤول، ماشي سهله توجه له نتايا واحد التهمه تقول له ديتي ولا مشيتي ولا قلتي. ولكن كنهضر على الجزاء، واش ما انش الاول نوصل واحد المستوى؟ الجزاء هو بلاغ، بيان حقيقه، دعوه مدنيه، يعني يدخل هادشي الجانب المدني، الغرامات، نحيد لك اسيدي كاع العقوبات من كذا، ما عرفت شنو ندير لك، ولكن نسلبك الحريه هذا المينوط مع اللسان مع التطور اللي عرف المغرب، مع مجموعه الحوايج، مع الاشاره الملكيه، مع الصحفي، ما راكباش كنشدك على التعبير. كاين دول اخرى عرفتي كيقولوا في مسؤولين وفي رؤساء، واش هذوك المسؤولين ديال الغرب واش ما عندهمش كرامات؟ واش هذوك المسؤولين ديال المغرب واش ديال الدول الديمقراطيه واش ما كاين حتى شي بنادم شنو قال على ترامب ميريكان، مسؤولين ميريكان، قول عليهم اللي بغيتي، ما كيقولون على ماكرون، اش كيقولوا على رؤساء كذا، اش كيقولوا على وزراء، اش كيقولوا، حنا تهضر مع رئيس جماعه، تهضر مع هاد البت وتوزيع واقعي والسب والقذف. انا ادافع عن السمعه. واش انا دابا قبل ما نمشي تفكرت قبل ما نمشي لعلي المرابط، قبل ما نمشي لمحمد عبد النبوي الاستاذ محمد علي المرابط شنو قال عليا؟ انا واحد المقطع والله الا لقيته عاصف فيها قبل ما نكمل غادي نقول لكم واحد الحاجه. انا قلقني المهداوي، قلقني بزاف، باسكو هذه قضيه فيها فليسات. في ديك التسجيل اللي عملت مع حميد المهداوي كنسولو ديك الفيديو، كنقول له حميد المهداوي الفلوس اللي غتجيب، البركه اللي غتجيب في هذا الفيديو غنقسمو انا وياك، تعطيني نص وانت دير نص. وقال لي هو جاوبني قال لي لا والله ما كاين والو. انا مشيت لواحد الموقع كنسول فاهم شحال حميد المهداوي ربح الفلوس بالاورو ديك الفيديو اللي عمل عليا. حميد المهداوي عطيني حقي، عطيني حقي الله يحفظك، عطيني حقي. دابا هذا واش عمل صحفي؟ ماشي عمل صحفي، صافي جوج دراهم حنا عطيني حقي يعطيني كذا. واش انا غنتقم منه؟ دابا انت السي الفيزازي كرموز الفدان كذا، شنو هذا المستوى؟ شنو غندير له؟ صافي. واحد مره دار لي طربوش وانني مخزني وانني ما عرف ديال فلان وفرت له، ومع ذلك والله ما نبغي له الاذى والذي لا رب سواه. رايه صافي دبر راسو وخلي التاريخ يحكم. قال لي الياس العماري واحد المره واحد المقوله رائعه جدا، من اجمل ما قال لي داك السيد والله العظيم. قال لي شوف حميد، قال لي لا يهمني حكم البشر عليا، قال لي اللي كيهمني هو حكم التاريخ. عرفتي هذه المقوله عظيمه. قال لي لا يهم، وهذه المغاربه بغيتكم كلكم اللي كتفرجوا عقلوا على هذه الكلمه اللي عظمتها وبغيتكم تعيشوا بها في حياتكم. عمره ما يهمك بلا ما كيقول عليك، يهمك التاريخ اللي يحكم عليك. ما معنى شوف كلمه شحال فلسفيه، حيت البشر قول انت في الاخر التاريخ هو اللي كيحكم على بنادم، شكون اللي راجل شكون اللي ماشي راجل. شحال من واحد الظالم اللي كما قال الياس، قال لي شي الظالم عيط تخزن واحد النهار يطير غتبان الحق. التاريخ قال لي يحكم عليه في الاخر. راه بصح راه التاريخ يحكم على البشر كامل. راه ما تزوق، راه بحال داك عصيد واخا تعيا تزوق،
شي نهار المرأة شجاعة حيد بحال هكا. واش عباد الله عندك المحاكم حابسه وعندك مشاكل في البلاد والمعاوة وانت بالكيران 2 حلقات بالكيران ياه هذا وقال لك هذا يمثل له خط تنويري تمشي تختزل واحد ما عندوش حتى مجموعه نيابيه عنده 2 بالكيران هادشي مشكل. والخطوره اللي كيدير لكم المغاربه باش كيدير لكم واحد اللعبه كيبغي يصورك بحال اللي كاين الخطر ديال الاصوليه والاسلاميين جايين وهو داك الصد المانع. والله ما كاين شي خطر اصولي ولا خوت والله حتى الاسلاميين قاده بهم الدوله دير لهم اوف سمحوا لي التعبير ماشي كنسيء لكم ولا كنحقر الاسم كنعرف كنقول حتى مازال حنا ما وصلناش للبلاد ديال عندنا ناس مساكن تيحاول يكونوا. مشي لنقطه اخرى مهمه بزاف السي القجع. انا نقول لك واحد القضيه السي فوزي رجاء ثم رجاء ثم رجاء انتبه لسلوكاتك بمنتهى المسؤوليه. راك انت تحت الانظار العالم بحال ديك الحركه اللي هزك واحد اللاعب. شوف الفرح عادي والنشاط عادي وحنا بشر انت راك بشر ولكن مخاكك. دابا الملك محمد السادس واش ماشي بشر؟ طبعا عنده وضع اعتباري ملكنا ولكن عنده هو خصائص بني ادم هو كيفرح يتقلق كذا هو الملك. ولكن واش كتعتقد الملك مثلا يقدر يدير اي سلوك مثلا شي واحد يعلقوا بواحد الطريقه؟ لا كاين بروتوكول عارف الملك راه كذلك رئيس الحكومه كذلك وزير انت وزير كذا. ما يمكنش واحد عاوتاني شي واحد يعبزك واحد غيطيحك واحد كذا. فهاد الامور خصنا ننتبهوا ليها في السلوكات. وعلاش قلت هذه؟ لان هذا السلوك هذا الى حد ما شبيه بهذا التصريح ديال جمال لا اعرف لاعب سميتو اسباني سميتو شحال زايده واخا رجعت النص الاصلي 80% ديال كلامك معقول ولكن هذيك الجمله لاش وشات الصحابه خدات هذيك الكلمه عندها ثمنها. هذاك ولدنا مغربي اختار القانون عطاه يختار واش خالف القانون ما خالفه اختار يلعب اسبانيا مرحبا به انتهى الكلام. اما لا اعرف لاعب سميتو جمال واحد اخر عاوتاني لا اعرف لاعب سميتو داكوستا ما عندناش مغربي يلعب معنا داكوستا ولا داكوستا لا داكوستا كان في المنتخب ديوب كاين شي لاعب سميتو ديوب كذا لعب في الانجليز مع سميتو عربيه سميتو كذا لا اعرف لاعب سميتو ديوب عاوتاني يقول واحد يقول لا اعرف دياز غندخلوا في واحد زايده مجاني ونعطي الخصم فيه كذا. انت كرئيس جامعه تحت الانظار الحركات ديالك الكلام ديالك التصريحات ديالك ستكون مسؤوله خصوصا انهم كيروجوك غتكون رئيس حكومه ما يجيش واحد يهزك بديك التعبيزه كما شفنا ذاك النهار او لا مثلا لا اعرف لاعب سميتو جمال لانك تعطي انطباع وكانه خلى عندك شي واحد اللي ما يلعبش مع المغرب وانت راك مغربي شنو كيفاش هو مغربي راك كبر في اسبانيا واختار القانون عطاه. اذا هذا تصريح مجاني ما فيه تربح حتى بحال هذا غير ولا بكره الصحافه يتجاوزوا بحال المغرب المغاربه ما شناش كاع كيجيبوه كيروجوا مع كامل الاسف. اخر محطه وهي ان وزاره العدل ويا حسره بدل ان تنكب على دراسه مشاكل الناس انكبت على جمع تدوينات ديال المحاميات والمحامين قبل الذهاب الى القضاء. وشنو كيقول لك؟ اسمعوا اخوتي المغاربه اسمعوا. افاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بان الوزاره تنكب على جمع مختلف التدوينات والكتابات الصادره عن عدد من المحامين بخصوص مشروع القانون رقم 66/23 المتعلق بمهنه المحاماه اذ سيتم اخضاعها للدراسه لكون تتضمن مخالفات تاديبيه واخلاقيه بل وجنائيه ايضا. دابا درتي التكييف والنيابه العامه هي اللي كدير التكييف. دابا شوف وزاره العدل كدير التكييف. واولد وهبي الثلاثاء برحاب لجنه العدل والتشريع ان اما ان نحيل هذه التجاوزات على النيابه العامه او لا نحيل وسنستشير في ذلك رئيس الحكومه. شنو علاقه رئيس الحكومه؟ انت كتقول فصل 63 ما علاقه رئيس الحكومه كتدخلوا ملي كيتعلق الامر بالسب والقذف. 63 هذه اهانه ديال القاضي او لا اهانه ديال موظف عمومي او لا رجالات القضاء ما عندها علاقه هذه. اذا لماذا غتدخل رئيس الحكومه والنص ما عطيش؟ ولذا كشف عن الامثله واش رئيس الحكومه الموظف العمومي هذيك راه الموظف العمومي اهانه ما كايناش هذا الفصل. ولذلك يجب ان تعود الامور الى مجرى الصحيح. ولذا كشف عن الامثله التي كان يبحث عنها استغرب وزير التدوين لمحامي متمرن يريد فيها انه تجب احاله الزملاء على التاديب لانهم لا يخضعون لتوجيهات الناقب. واضاف اصبحت على قناعه بان المحامين بحاجه لادراج ماده التكوين في السياسه الدستوريه ضمن مسارهم فدراسه المحامين هذه السياسه ستكون امرا مفيدا لهم ولا ضير. والله الا مع والله الا حشومه السي وهب بكل احترام لك والله الذي لا رب سواه. انت بحال ديك العباره ديال القندوح اللي شي حاجه زايده معلاش كيفاش المحامون خصهم يقراو واحد الماده وانت محامي سيني ما بانتلكش اذا تكوينك انت منين دزتي قريتي هذه الماده. ودو زملاء وفيهم النقباء والمحامون تاريخيا كانوا في الطليعه وفيهم منهم خرجوا وزراء وخرجوا مسؤولين كبار وساهموا في صناعه التشريع. لماذا الاساءه للمحامون بهذه الطريقه؟ ما يعرفوش يكتبوا مذكرات لا خصهم يقراو واحد الماده. وهذيك من انتم تصور تقول من شكون انت؟ من انت؟ شكون انت الشريف؟ شكون صاحب لك راسك؟ هذه بحال هكا بحال قندوح بطريقه لبقه. شو الاساءات؟ من انتم؟ شي الفضاء ولا عنيف في المغرب خصنا نعاودوا لهم التربيه. الاخر تيقول القندوح الاخر تيقول كذا. وعلى ذكر السي بن كيران وما يتقلقش من السي بن كيران. نهار اللي قال واحد الصحفي برهوش لا شي صحفي دار مع الازامي ذاك الحوار انتفضتي علاش؟ لان النائب ديالك في محيط لان تقاس محيطك انت جاوبتي صاحب برهوش لان علاش تقاس. ولهذا راه ماشي سهل هذاك. ولو اني كنفترض فيك حسن النيه كنرجع لها مره اخرى وكنتمنى يوضح الاستاذ عبد الاله بن كيران. اذا الفضاء عنيف في المغرب
خصنا نقولوها بمنتهى المسؤوليه، بمنتهى. ولكن غنسولك السي وهبي، دابا انت كتجمع التدوينات باش تمشي، اش وصلنا لهذا المستوى؟ واش عمر الرئيس مثلا ان الصحفي ماشي سلطه اتهام ويوجه اتهامات؟ علاه باش طاح نيكسون بابا ديك رئيس امريكان بصح في التحقيق اللي ديال وطرة التجسس، شكون هو المنطلق التحقيق؟ راه هو داك الصحفي دار التحقيق. رئيس دوله ديال امريكا نيكسون بابا قدم استقالته الى جانب عدد من شحال من فرنسا، شحال من تحقيق صحفي طيح رئيس دوله. على داك الشيء ساركوزي شنو اصله ماشي صحافه؟ على داك الشيء ديال جاك شيراك شنو اصله ماشي صحافه؟ وزير الماليه شنو ماشي صحافه؟ بالتحقيق. وكاين جنس، عندنا جنس اجناس الصحفيه كيسمى جنس التحقيق. اش كنديروا في جنس التحقيق؟ نبحثوا عن طريق جمله كنلقاوها في جريده وكنبداو نحقوا عمل بوليسي، كنبدا نبحث ونجمع معطيات باش نوصل لواحد الحقيقه. اذا هو الحكم تضمن فكره، علاش تحرم انت المجتمع من ناقش هكا؟ وعن طريقه النقاش شحال واحد يقدر يكون عنده نفس الفكره ويبدلها ويناقشها. علاش بغيتوا؟ علاش لا زعما انا متفق معك في حاجه واحده، اما تكونش الاساءه، اما تكونش قله الحياه. وانت كتهضر مع المحكمه الموقره والسيد رئيس الموقر وكتقول جانب الصواب، لا عبارات كتنتقيها بعنايه، شنو بغيتي؟ وكتناقش بالقانون فصول، ماشي كطاول على جاي يجيب فمو وقول كما كيديروا عباد الله، ماشي جيب فمو وقول الماد الصحفي ما عندوش حق ياخذ البطاقه لحقاش هذيك بحال دابا جيب فمو وقول. ما بغيتش نضرب على واحد السيد راه هضرت عليه البارح نقول لك عاوتاني هذيك عرفتي ديك الحلقه اللي كانت مع السي هذيك هي ما معنى جيب فم وقول. اي محامي عنده مخالفه ما عمرو يدير المحاماه، هذه هو التمثيل الانسب والتجسيد الحي لمقوله جيب يا فم وقول. هذه نيشان جيب يا فم وقول. واحد متابع بعدم التبليغ الجنائي ما عندوش حق ياخذ بطاقه الصحافه، هذه جيب يا فم وقول. لان الماده 15 الماده 16 في قانون الصحافه النص واضحه، الماده 7 في قانون الصحافه واضحه، عندك قواعد قانونيه. راه شو اللي عندنا في المغرب اليوم؟ بحال هادشي اللي دار السي وهبي، بحال داك الشيء اللي دار ذاك المحامي، ما كنحتاجوش قواعد قانونيه نقاش قانوني. قالت الماده كنوليو نجيبوا جمل وكنستغلوا ناس مساكين اللي ما قاريش وكنبنيو واحد المداخله وكندوزو. لا حنا في بلاد كنترافعوا نتخاصموا بخصوم مشاريع، ولكن من البينات على من الدعوه كنناقشوا بقواعد قانونيه. قواعد قانونيه علاش ما نناقشوش الاستاذ؟ وفي سياق اخر ذكر الوزير احنا في انا في الملف ديال السينار لهول ما سمعت من وثيقه رسميه من داخل الجامعه الملكيه للقلب الاجتماعي. ماذا سمعت من المدير العام؟ بالله العلي العظيم انا باقي مصدوم. كيف التقرير المالكي باش كيتقدم بالنسبه للمصاريف، الضوء، الماء، كذا وكذا، الكارديناج، سميتو كونيكسيون ديال البيروات، زيد عليها التامينات، لونترونتيان ديال ما عرف شنو هذا كذا، انتقلنا من 8 ل 8 وكذا، انتقلنا الى كذا وكذا. وبالنسبه للمصاريف الخارجيه وعاوتاني العصاب سميتو الجهويه وصرفنا على هذا كذا كذا وشي حاجه كذا. والله ما سمعت، والله ما تسمع شحال صرفنا على المنتخبات من الصغير للكبير والنسويه وداخل القاعه. ياك الجامعه شحال عطاتنا كاس العالم للجامعه، شحال شديتو في قطر؟ سمحاش في التقرير المالي، شحال شدينا مع الكاف، شحال الاشارات الداعمين ديال الجامعه. صور تقرير مالي فيه هكا، فيه كونيكسيون، فيه الكارديناج، فيه الضوء، فيه الماء، فيه الميناج، العصاب كذا. شحال تقرا هذا 4 دقائق كلشي كيصفق. فين الصحافه؟ علاش ما يتنشرش في دوزيام الاولى؟ هاد التقرير المالي للجامعه واش هذيك فين الشفافيه؟ واش هذه ماشي انا مع الفلوس تصرف ولكن ما نعرفوهاش؟ لا توجد صحافه، لا توجد مسائل الحسابات، لا كاين والو. كيفاش؟ قول لنا شحال كاس العالم عطانا، شنو هي المداخيل الجامعه؟ قول لنا كاس اوروبا شحال عطانا الكاف؟ راه ما كتشارك، راه كيعطيك واحد القدر معين. شحال صرفتي على المنتخب الوطني؟ بشحال كتمشي انت السي القجع؟ ماشي عيب القجع. شنو دابا نقول لكم شنو هي القيمه ديال القجع؟ شحال كتمشي في الطياره؟ فين كتبات؟ كيف لي زوطيل مثلا؟ كيف كتنقل؟ راه ماشي عيب. هذه هو اهم حاجه النجاح الكروي. عطينا كاع الدول في العالم عندهم هادشي شفاف الا حنا. واش عيب الله تقرير مالي تقرا في 4 دقائق؟ شي يناقش معاه المصادقه، التصفيق، تو الموند. واش تقرير مالي هو الماء، الضوء، الميناج؟ واش عيبات الله ما تجيش تقول لنا شحال كتقام انت في السنه؟ حنا كيبان لنا القجع دابا منين كنا في كاس العالم ما كيبان لكمش القجع في التدريب. ها هو هنا، ها هو كي عندك هذا، ها هو كيولي كيفاش يضرب القجع كاع ديك الصحافه اللي معاه القجع هو جاي. هو البارح كاع ما شفناه من خسرنا مع فرنسا، باقي كاع ما شفتونا دابا. وكان دابا ربحكوا هبط الملعب عاوتاني، هبط الملعب هزو. علاش؟ عطيني شي رئيس. انا ما شفتش رئيس جمعيه كيهبط الملعب ويدير ديك الحال الا المغرب. علاش؟ وفي الاول اعتقدت بانني انا حيت ما متبعش النوادي وانا مشيت كنقلب وسولت هو الوحيد. لماذا؟ ودابا ملي خسرنا بغينا نشوفوك كيما كتهبط الملعب وتصور وكذا. خرج عندنا قول لينا شنو وقع البارح. علاش هذاك ماشي المغرب اللي كنعرفوا؟ حنا راه مغاربه، حنا كنبكينا معاك. الناس راه هرسوا التلفازه في الديور، واحد راه مات، واحد النهار المراه اللي عنده مات، الناس راه تفقست. والمسؤول اللي هو مسؤول هذه هي اللحظه اللي يخرج عند الناس، ماشي ملي تكون نشاط ها انت عندك دي اناحي هز هذا وديك وتابع لك دوك الطباله ديال. هذا هو اخطر حاجه، هذا هو اخطر حاجه اللي كنا. انا خسران فلوس كيف عندي مشكل؟ اولا عندي مشكل قول لي فين صرفتي،
شكون عطاك وشنو دخلاتك؟ فلوس الشعب المغربي هذيك، فلوس الشعب. عندي مشكل في حاجه ثانيه، فين هو الإعلام؟ عطيوني موقع واحد كيناقش الحقوق ديال القزح وكينتقد واحد اخطر، هذا هو القمع. حيت القمع ماشي هو نديك الحبس ولا حيديك البطاقه الصعبه، كاين واحد الشكل اخر للقمع هو الاخطر، هو نعلفك نسكت لك فمك. عطيوني خبر شادو اللي مشاو هذاك مول ديك الجريده ما كنبغيش نهضر عليه، راك كتعرفوا اللي قال لك رئيس ديال شي جنه لا ولا رئيس المجلس، عطيوني في موقع وتيهضر على كلشي. والله عطيني الستار على هذا القجع. علاش ما كينتقدش القجع؟ لان القجع عنده الميزانيه، هواش الخطوره. ما كيبقاش عندك الاعلام، عندك التقرير المالي كيدوز 4 دقائق، التقرير المالي كيدوز 4 دقائق ما كتناولوش الصحافه، وفلوس الشعب ما عندها قيمه. ولكن المحامون المجلس على الحسابات يجي يراقب لهم ماليه. وهذه الدوله المغربيه وهذه الحكومه اللي كبدات على الماليه ديال الشعب المغربي مع المحامون وتجيب مجلس على الحسابات، وهو امر غير دستوري، غير دستوري. والمحكمه الدستوريه غتمشي مع الساده المحامون. انا كنتخوف ونقولها لكم في المحكمه الدستوريه مع احترامي لديك المحكمه، ولكن رايي لم تكن موفقه المحكمه الدستوريه في قانون الاضراب. يكون بعض القضاة ولا بعض واش انا غنوري القضاة القانون، بالعكس انا تلميذ ديال القضاة المغاربه كاملين كنقولها بمنتهى التواضع، ما كنناقشوش كنعيقوا عليهم ولا ابدا، حتى حنا كنناقشوا، حنا ماشي كيناقشونا هما وهما كيهبطونا للحبس وكنحترموهم، حنا غنناقشوا او بالعكس. ملي كيقول السيد الرئيس مثلا ان الصحفي ماشي سلطه اتهام ويوجه اتهامات، علاه باش طاح نيكسون بابا ديك رئيس امريكان بصح في التحقيق اللي ديال ووترغيت التجسس، شكون هو المنطلق التحقيق؟ راه هو داك الصحفي دار التحقيق. رئيس دوله ديال امريكا نيكسون بابا قدم استقالته الى جانب عدد من شحال من فرنسا، شحال من تحقيق صحفي طيح رئيس دوله. على داك الشيء ساركوزي شنو اصله ماشي صحافه، على داك الشيء ديال جاك شيراك شنو اصله ماشي صحافه، وزير الماليه شنو ماشي صحافه بالتحقيق. وكاين جنس عندنا جنس اجناس الصحفيه كيسمى جنس التحقيق. اش كنديروا في جنس التحقيق؟ نبحثوا عن طريق جمله كنلقاوها في جريده وكنبداو نحقوا عمل بوليسي، كنبدا نبحث ونجمع معطيات باش نوصل لواحد الحقيقه. اذا هو الحكم تضمن فكره، علاش تحرم انت المجتمع من ناقش هكا وعن طريقه هذا النقاش؟ شحال من واحد يقدر يكون عنده نفس الفكره ويبدلها ويناقشها، علاش بغيتوا؟ علاش زعما انا متفق معك في حاجه واحده، اما تكونش الاساءه، اما تكونش قله الحياه. وانت كتهضر مع المحكمه الموقره والسيد رئيس الموقر وكتقول جانب الصواب، لا عبارات كتنتقيها بعنايه، شنو بغيتي؟ وكتناقش بالقانون فصول، ماشي كطاول عجا يجيب لي فمو وقول كما كيديروا عباد الله، ماشي يجيب لي فمو وقول ماد الصحفي ما عندوش حق ياخذ البطاقه لحقاش هذيك بحال دابا يجيب لي فمو وقول. ما بغيتش نضرب على واحد السيد راه هضرت عليه البارح نقول لك عاوتاني هذيك عرفتي ديك الحلقه اللي كانت مع السي هذيك هي ما معنى جيب لي فم وقول. اي محامي عنده مخالفه مع عمرو ديال المحاماه، هذه هو التمثيل الانسب والتجسيد الحي لمقوله جيب لي فم وقول. هذه نيشان جيب لي فم وقول. واحد متابع بعدم التبليغ في جنايه ما عندوش حق ياخذ بطاقه الصحافه، هذه جيب لي فم وقول. لان الماده 15 الماده 16 في قانون الصحافه النشر واضحه، الماده 7 في قانون الصحافه واضحه، عندك قواعد قانونيه. راه شنو اللي عندنا في المغرب اليوم؟ بحال هادشي اللي دار السي وهبي، بحال داك الشيء اللي دار داك المحامي، ما كنحتاجوش قواعد قانونيه نقاش قانوني قالت الماده، كنوليو نجيبوا جمل وكنستغلوا الناس مساكن كلمه قاريش وكنبنيو واحد المداخله وكندوزو. لا حنا في بلاد كنترافعوا نتخاصموا بخصوم مشاريع، ولكن من البينات على من الدعوه كنناقشوا بقواعد قانونيه. قواعد قانونيه علاش ما نناقشوش الاستاذ؟ وفي سياق اخر ذكر الوزير انا في الملف ديال الاستئناف ديال الدبابه وشحال ناقشت عييت كاع وشنو من بعد في الابتدائيه عييت ما ناقش عييت في الاخر الحكم ديالي في الابتدائيه ديال 16 هو شي والله لا لقيتي الرئيس قال شي كلمه ديالي ولا ديال الدفاع انا ودفاعي كاين شي 500 وتصور كطلع قدام الرئيس وذاك المحامي مثلا كيجي من الشاون كاين اللي كيجي من تطوان وكيقول قدامك كيقول السيد الرئيس المحترم، كاين اللي ملي كيتم راجع ملي كيكون خارج برا الباب ما كيعطيش ظهره لهيئه الحكم، كيتم راجع مشاريع علاش احتراما للهيئه وكيسمح في ولادو وكيركب مازوطو والموكلين ديالو وكاين مصالح وقفت باش يجي يطرف على واحد الصحابي وكيقولوا السيد الرئيس كذا وكيجبد ايات قرانيه وكيدير واحد السيد الرئيس ماشي مشكل، ولكن على الاقل في الحكم يلقى الرئيس تعرضوا لكلامه في الاخر ما كيلقاش كاع كلامه. يعني اش كيدير داك المحامي؟ اش كيدير داك المتهم؟ مشينا للاستئناف نفس العمليه عند القاضي الطلفي. هو انا عييت ما نهضرش دابا الهضره اللي كنهضر زعما صحابك غتفكني في الاستئناف ولا لا كنناقش كصحافي. الشرع عندنا تجارب في هذا الشيء. السي وهبي انا كنناقش شنو قال السي الطرشي المحترم، انا كنقول شنو وحسب انا مسؤول امام الله وامامه. كيهضر على داك الشخص عيطي في التليفون قال لك معروف بتوجهاته الانفصاليه. طبعا انت كتهضر قانون ياك السي وهبي انا نجي نتكلم واش كاين واش في النص الجنائي فيه معروف نقدر نقول وهبي معروف بتوجهاته الانفصاليه، حميد المهدوي معروف بها شنو هي معروف؟ رحنا امام ماده جنائيه نص جنائي راه عرفتي خصك الدليل معروف ها الباسبور ديالو ها هو شهاد كذا ها ما قلتو كتجيبوا ها الشهود وما كاين لا شهود تاع غير معروف تصور الحكم تلقى فيه فلان بحال دابا انت السي وهبي كتقول يوحي واش النص الجنائي فيه يوحي فيه معروف بالتوجه وما تناقشهاش كصحافي. علاش نخليو حنا الماده هكا حياتنا كلها علاش معروف بتوجهاته الانفصاليه فلان هذا معروف واخا السي وهبي غير بلاتي معروف وكملوا معايا الاساتذه الله يجازيكم بخير.
وفي سياق آخر ذكر الوزير بأن أخطر ما يهدد القضاء اليوم في المغرب هو فيسبوك، معتبر أن التشكيك في القضاء أو القول إن حكما ما ظالم، وأنت ما شككتيش. واش نقول لك دابا؟ أنت السيد الوزير المحترم، كاين شي تشكيك أكثر من هذا؟ القضاة المغاربة ظلامة. باش ظلامة؟ استنتجتها منين؟ أنا من كلامك أنت كتعتبر القضاة المغاربة ظلام كيتعداو على المغاربة. السيد عنده عام وكيعطيوه 5، كاين شي ظلم؟ وعلاش هذاك القاضي عطاه 5؟ وانا نقدر هذا هو الإيحاء، نبقى انا نفهم اللي بغيت. والدليل القضاة المغرب، نادي القضاة المغرب دار عليك بلاغ. دابا شوف كدير انت القضاة. شوف الاحكام في المغرب راه قاسيه، الاحكام راه قاسيه. لا خصو يتحكم بعام كتحكم 5 سنين، ولا يتحكم 10 سنين كتحكم 20 عام. وانا عام ونص دخلني انا ودخل الطاوجني 4 سنين. الاحكام في المغرب قاسيه وانت سلطه نفيديا. دابا انت شنو قلت هنا؟ القضاء اليوم في المغرب معتبر ان التشكيك في القضاء واللي عنده عام القضاة المغاربة عطاو 5، كاين شي تشكيك اكثر من هذا؟ شنو وانت اللي كدخلتينا التشكيك. والله ما تقدر تهضر معاه. عاودتيش نقول لك وصلنا لواحد المستوى في المغرب عرفتش والله ما عرفت. وتصور القاضي المغربي اللي غيدي عام الحبس، القاضي كيعطيه 10 و5. علاش عطاه 5؟ اما هذا القاضي قلبه كحل، اما هذا القاضي ما فهمش في القانون، اما هاد القضاة هادو باغيين يبلبلوا ولادو يزرعوا الفتنه وسط المغرب، اما هاد القضاة بغاو يزعزعوا ولاء المغاربه للمؤسسه القضائيه، اما هاد القاضي شاد رشوه، اما هاد القضاة ما كيفهموش. ماشي انا اللي كنقول. وشحال من استنتاج. علاش انا قاضي مواطن عنده عام نعطيه 5؟ لاش؟ هاد القاضي شنو مصلحته؟ اذا هاد القضاة بغاو يخلقوا الرعب، اولا هاد القضاة كينفذوا تعليمات شي جهه ما وصعدونا في الاحكام. انا ما كيهمكش، غنبقى نسجع من كلامك وفي الاخر مشيت تما تجي وتقول. وفي سياق اخر ذكر الوزير بان اخطر ما يهدد القضاء اليوم معتبر ان التشكيك في القضاء او القول ان حكما ما ظالم. ما تقولش حكم ظالم، تشكيك في القضاء. وجلاله الملك يقول حكم ظالم، عليكم اثم وإثم العمل به. شنو هو الحكم ظالم؟ الظلم في القضاء او القول من طرف القضاة السابقين. ما شكون هاد القضاة اللي كيقصد؟ مسجل ان القانون الجنائي سيحمل عقوبات رادعه على الجرائم المنتشره. واحد شحال ديال التخويف لهاد المغاربه. واو على دابا اش من عقوبات غتجيب؟ الطاوجني عطاه شي 4 سنين باقي عاد الاعدام. دابا الطاوجني انا دابا الطاوجني واش القانون الجنائي فيه عقوبات؟ هذيك 4 منين جبتوها؟ ما كانش ديال الطاوجني التيجيني. الطاوجني دابا الطاوجني واش خد 4 سنين ولا لا؟ عن سؤال، واش هذاك الحكم ديال الطاوجني جبناه من تونس ولا من ليبيا؟ ما كانش عندنا فارغ تشريع. وانا عطيتيه 4. اذا المشرعات واش باغي تشدد؟ علاش كتخلع؟ شكون كتقصد؟ وعندك العقوبات من طرف مسجل القانون. وغنسولك واحد السؤال. دابا نقول لك السي وهبي انت والحكومه ديالك. انا بعد نهضر دابا انا حيد ما نعطيكش مثال، نعطي بيا انا مثال. انا نجلس مع فرنساوي ومع امريكاني، هكا فرنساوي انا امريكان وانا مغربي. تصور نجبدوا هضره انا وياهم بثلاثه. ها الفرنساوي قال يقول لي الفرنسي مواطن يقول لي مهداوي نعم شفتي ذاك المواطن اللي صفع ماكرون رئيس ديالنا خد 4 شهور الحبس صح؟ ويجي الامريكاني يقول لي مهداوي شفتي الرئيس ديالنا جورج بوش في العراق وحنا محتلين ضربوا صباط وضربوا